حاضر يا جماعة، هبعت لكم دلوقتي التف. هيحمل دلوقتي الملف عند حضراتكم على الواتساب، ابتدوا نزلوه. احنا دلوقتي عندنا الخريطة التف اهي، هنبدأ نعمل الشيف فايل. اولا تعالوا نعرف مع بعض فكرة الشيف فايل. هي طبقات بنرسمها على الخريطة بتاعتنا لكل نوع او لكل ظاهرة من الظاهرات اللي موجودة عندنا. يعني مثلا الظاهرات اللي موجودة عندنا هنا مباني، فاحنا بنعمل لها طبقة. أراضي فاضية بنعمل لها طبقة. جناين بنعمل لها طبقة، وممكن نعملهم كلهم في طبقة واحدة لأن هو هيبقى نوعهم بوليجون، يعني نوعهم ظاهرة مساحية. هنخليهم كلهم في طبقة واحدة وبعد كده نصنفهم بداخل الاتريبيوت تيبل بتاعنا اللي هو الجدول، يعني ندخل لهم داتا. طب تعالوا نجرب كل حاجة بالتفصيل. أولا هنبدأ نعمل شيب فايل مع بعض. هنفتح الكتالوج، وقلنا لو الكتالوج مش موجود احنا بنقدر نجيبه من ويندوز. نختار كتالوج ونروح على ملف المشروع اللي احنا المفروض مكريتينه من الأول، اللي هو الملف اللي حاطين فيه الايمج اللي بامتداد التف. هعمل في نفس الملف بتاعي ده فولدر تاني واسميه SHP او اسميه شيب فايل. SHP اختصار كلمة شيب فايل. هقف على الملف اللي هو ملف المشروع الخاص بيا. احنا طبعا في المحاضرة الخامسة النهاردة، فانا عاملة ملف باسم لكتشر فايل. كليك يمين نيو، اعمل فولدر اولا، واسمي الفولدر ده SHP اللي هي شيب فايل. انا كده عملت فولدر عشان ادخل او احط فيه كل الطبقات بتاعتي. اضغط كليك يمين نيو شيب فايل، وابتدي اعمل اول شيب فايل ليا، اول طبقة موجودة عندي هسميها رودز. طالما هنتكلم على الرودز يبقى احنا هيبقى نوع الشيب فايل بتاعنا لاينز. وزي ما اتفقنا قبل كده ان انا ما ينفعش احدد له نوع للشيب فايل وارجع فيه بعد كده. يعني حددت الشيب فايل بتاعي لاين، مش هيسمح لي ارسم بوليجون، مش هيسمح لي ارسم بوينت، ولا ظاهرة مساحية ولا ظاهرة نقطية هتترسم جواه. ليه؟ لان انا حددت نوع الشيب فايل بتاعي بولي لاين. فهحدد النوع اهو دلوقتي بولي لاين. يبقى أول حاجة دخلنا اسم الطبقة ثم نوعها. النوع ده اللي هيتحكم فيه الرسم بتاعي، مش هقدر أرسم أي حاجة غير لاين. ثم بعد كده في الديسكريبشن هنا عايزني أدخل المسقط بتاعي الكوردينيت سيستم. طب حد كده يفكرني يا جماعة، احنا ليه ما دخلناش كوردينيت سيستم من بداية شغلنا؟ ليه أول ما فتحنا ملف الأرك ماب ما دخلناش الكوردينيت سيستم؟ احنا شغالين على التف، هي اوريدي معموله على الله الكوردينيت ينور سيستم. يا باشمهندس. لان احنا اوريدي مدخلين الطفل اللي هي اخده مسقط اللي احنا حددناه المره اللي فاتت، كان بروجكت 36 للمنطقه دي.
فبالتالي بمجرد اننا حطينا التف خلاص الداتا فيو بتاعتي قرت ان احنا عندنا مسقط اهو تحت ميترز، واخد المسقط بتاع التف، اخد خلاص الداتا فيو بتاعتي اخدت المسقط بتاعت الصوره. فطبعا لما اجي اعمل شيب فايل هعمل شيب فايل بنفس نوع مسقط الصوره. احنا هنرسم على ايه؟ هنرسم على الخريطه دي، فبختار مسقط المناسب للخريطه دي، اختار edits، وزي ما اتفقنا يا بنكتب الكود 32 6 ثم الرقم، يا بنختاره بقى بالطريقه التقليديه بتاعتنا projected UTM 84 وهكذا نورث، ونروح نختار زوم 36 واقول له اوكي. يبقى اول حاجه دخلناها اسم الطبقه ثم نوع الطبقه ثم المسقط بتاع الطبقه واقول له اوكي. احنا كده عملنا اول شيب فايل لينا اللي هو روت. يا جماعه دلوقتي الخريطه موجوده عندنا، التف موجوده عندنا على الجروب بتاع الواتساب عند حضراتكم، تقدروا تنزلوه. نفك بس الضغط وننزله ونشتغل عليه. تمام. بمجرد اننا عملنا اول طبقه يا جماعه بصوا حصل ايه. قال لي اهي الروتس جوه ملف الشيب فايل اللي انا كنت عامله، ادي اول طبقه عندي اللي هي روتس. تمام. طب احنا عملنا حاليا اول طبقه اللي هي الروتس. تعالوا بقى معايا حضراتكم نشوف. احنا شايفين دلوقتي ده شيب فايل واحد بس اللي احنا عاملينه اهو في الارك كاتالوج، وظاهر لنا عندنا هنا في التيبل اوف كونتنت شيب فايل واحد بس. تعالوا بقى نشوفه جوه الملف من على الجهاز نفسه. بصوا يا جماعه احنا ما عملناش غير طبقه واحده بس ظاهر فيها مجموعه فايلات. تعالوا نعرف ايه الفايلات اللي موجوده هنا. الاجزاء دي بتفيدنا في حاجه، يا اما لو حضرتك طالب ولسه خارج لسه خريج يعني ورايح تعمل انترفيو، دي من الحاجات اللي بتتسأل كسؤال عشان نفهم اللي قدامنا ده هو فعلا فاهم البرنامج ولا مجرد حافظ له أداتين ثلاثة وخلاص. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا طالما حضرتك اخد كورس وعندك خبرة وحد كبير في مجالك لازم تبقى عارف ايه هي مكونات الشيب فايل نفسه. الشيب فايل جوه السوفت وير ظاهر لك ايقونه واحده بس، بره السوفت وير يعني على الويندوز نفسه ظاهر مجموعه ايقونات مجموعه فايلات. ايه هي؟ اول حاجه عندنا هنلاقيها سي بي جي. ايه دوت سي بي جي ده؟ ده مسؤول عن لغه الادخال والتكويد، اللي بيكود لي وبيدخل لي لغه الادخال اللي هي اللغه بتاعتنا، والتكويد اللي هي الاكواد اللي بنديها للشغل بتاعنا. ثم دوت دي بي اف ده مسؤول عن تخزين البيانات الوصفيه. ايه البيانات الوصفيه دي يا جماعه؟ اللي هي البيانات اللي بندخلها في الجدول اللي هو الاتريبيوت تيبل. ثم دوت بي ار جي ده مسؤول عن تخزين المسقط او نظام الاسقاط. يعني واحنا بنعمل خطوه الاسقاط دي لو نسيناها يا جماعه، لو ما دخلناش مسقط للشيب فايل مش هنلاقي الفايل ده. تمام. طب احنا لو ما لقيناش الفايل ده وما دخلناش اسقاط كده هنكون بنرسم غلط. مش احنا منزلين الخريطه بتاعتنا وعاملين لها تف ومنزلينها في مكانها، يبقى بنرسم في مكان صحيح بس الشيب فايل ما يحملش مسقط. طب ساعتها بنعمل ايه؟ ساعتها بنعمل له حاجه اسمها define وبننزله في مسقط صحيح بعد الرسم عادي مفيش مشكله. طب ليه بننزله في مسقط؟ عشان لو عايزين نحوله لاي سوفت وير تاني ينزل الرسمة بتاعتنا في مكانها الصحيح. لكن في الوقت الحالي هنكون بنرسم في المكان عادي لأن احنا مستعدلين الصورة. لكن عشان لو عايزين نودي الرسم بتاعنا في أي مكان لازم يكون بيحمل مسقط، ساعتها نبدأ نعمل له ديفاين ونظبط المسقط بتاعه. وهقول لحضراتكم ايه الديفاين ده قدام. ثم بعد كده عندنا حاجة اسمها SPN. SPN ده ملف مساعد للملفات الخاصة بالشيب فايل بتاعنا. دوت اس اتش اكس ده يا جماعة مسؤول عن البيانات المكانية والوصفية، بيربطهم ببعض ربط البيانات المكانية بالبيانات الوصفية، وبرضه مسؤول عن الأكواد والترقيم، ومسؤول عن تخزين الإحداثيات. يعني كل فايل من الفايلات دي مسؤولة عن حاجة جوه الشيب فايل بتاعنا. لو فايل منهم يا جماعة اتلخبطنا ونسينا أو حذفناه غصب عننا ضرب الشيب فايل بتاعنا. يعني إيه ضرب الشيب فايل؟ يعني خلاص نقول كده على الشيب فايل الرحمن الرحيم شغلنا راح. تمام. فلازم نخلي بالنا واحنا بننقل شيب فايل من مكان لمكان تاني ان دي مكونات الشيب فايل بتاعنا، ما بناخدش مثلا اللي هو مكتوب فيه دوت اس اتش في وخلاص. لا، ما هو ده الشيب فايل لا، بس دي الملفات المساعده كل واحد ليه مهام
عندنا هنا بيشتغل بيها. لو واحد منهم اتشال خلاص الملف كده باظ، او الشيب فايل بتاعنا باظ. تمام. فده شكل الشيب فايل من بره على الويندوز بتاعنا. نرجع تاني، لو احنا عايزين نعمل شيب فايل تاني نوع، احنا كده رسمنا الرودز او عملنا شيب فايل باسم رودز، عايزين بقى نعمل شيب فايل تاني نوعه بوليجون عشان نرسم المباني اللي قدامنا دي. فهنبدأ نقف برضو على الملف اللي اسمه SHP، كليك يمين ونقول له نيو وشيب فايل، والمرة دي هنكتب اسمه بيلدينج عشان نرسم المباني. خلي نوعها بوليجون، ثم نحدد الإسقاط. نزلت لنا اهي في التيبل اوف كونتنت. كده احنا عندنا تو شيب فايلز. هنعمل شيب فايل كمان يا جماعة باسم سايد ووك، اللي هو الرصيف، عشان نعمل الرصيف اللي بيحوط كل مجموعة مباني مع بعض. الرصيف ده، الرصيف اللي احنا شايفينه هنا ده. احنا طبعا بنعمل عدد الشيب فايلز بناء على الظاهرات زي ما اتفقنا. ما نعملش سبيس، نعمل داش زي ما احنا شايفين كده، ونحدد نوعها هنا بوليجون برضو، ثم المسقط. بعد كده هنعمل آخر شيب فايل لينا اللي هو اسمه لاندز. ده هندخل فيه الجناين وهندخل فيه الأراضي الفاضية. كليك يمين نيو شيب فايل، هنسميه لاندز ونوعه بوليجون. احنا بنحدد النوع بناء على الظاهرة اللي هتترسم بداخل الشيب فايل، بأكد عليكم تاني. يبقى احنا كده عملنا 4 شيب فايلز، عملناهم بناء على الخريطة اللي قدامنا. واحد هنرسم فيه المباني، واحد هنرسم فيه الجناين والأراضي الفاضية، واحد هنرسم فيه الطرق، واحد هنرسم فيه الرصيف اللي بيحوط كل مجموعة مباني ببعض. تمام. لو احنا عندنا ظاهرات تانية في الخريطة، يعني مثلا لو بنرسم عزب هيبقى عندنا ترع ومصارف، هنعمل برضو شيب فايل للترع والمصارف. كل خريطة وليها عدد شيب فايلز معينة على حسب الخريطة اللي قدامنا أولا، ثم على حسب إظهارنا للبيانات بداخل الخريطة. يعني مثلا احنا عندنا هنا يا جماعة حمامات سباحة، احنا ممكن نرسم الخريطة ونظهر فيها حمامات السباحة اللي قدامنا دي، وممكن نرسم الخريطة وما نظهرش فيها حمامات السباحة. ده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على هدف حضرتك من الظاهرات اللي بداخل الخريطة. هل محتاج ان انت ترسم اللي هي استخدامات الأراضي اللي موجودة عندك، بس انك تبين بس ايه هي الأراضي السكنية او ايه هي المناطق السكنية، ايه هي الأراضي الفاضية، ايه هي الجناين، ولا حضرتك محتاج انك تفصل الكومباوند نفسه وتبين كل مبنى بكل تفصيلة فيه؟ هل المبنى ده فيه جنينة، فيه حمامات سباحة ولا لأ؟ عشان لو هدفنا اننا نبيع مجموعة المباني ده كل مبنى هيبقى فيه ايه تفصيله بالظبط. فعلى حسب هدفنا من الخريطة، على حسب احنا بنرسم فيها ايه. احنا حاليا محتاجين اننا نرسم او نبين، عشان طبعا دي اول خريطة هنرسمها مع بعض، هنبين بس الظاهرات اللي موجودة داخل الخريطة. يعني المباني اللي بالخريطة والرصفان زي ما اتفقنا والجناين والطرق. هنتكلم الأول على إن إحنا بعد ما نزلنا الشيب فايلز اللي قدامنا دي إزاي بقى نبدأ نرسم فيهم. هبدأ كده أرسم مع حضراتكم على جنب بعيدا عن الخريطة، نشوف التولز بتاعة الرسم بتاعتنا وإزاي نقدر نعمل، وبعد كده ندخل على الخريطة ونشوف الرسم فيها. قبل ما ندخل على الجزء الخاص بالتولز ونرسم، في حد عنده أي سؤال في الجزئية الخاصة بالشيب فايلز دي؟ سؤال واحد معلش يا باشمهندس. اتفضل. بالنسبة للبيلدينج واللاندز والرودز والسايد ووك، اللي احنا اخترناه، احنا اخترنا بولي لاين ولا بوليجون في البيلدينجز واللاندز والسايد ووك بنبص على حسب شكل الظاهرة. البيلدينج قدام حضرتك ايه؟ بوليجون، يعني يعني بوليجون؟ اه. ظاهرة مساحية، فعشان كده خلينا نوعها بوليجون. السايد ووك اللي هو الرصيف، الرصيف هيترسم حوالين الشكل كله فهيبقى نوعه بوليجون برضو. السايد ووك اللي هو الرصيف سوري. اللاندز بقى اللي هي الأراضي الفاضية أو الجناين، الجنينة قدامنا هنا بوليجون. الحاجة الوحيدة اللي رسمناها وعملناها بولي لاين أو خلينا نوعها بولي لاين هي الرودز. الرودز بتترسم بولي لاين، ما بتترسمش لاين. يعني كل ظاهرة على حسب شكلها فعلا على الخريطة بنحدد. وبعد ما رسمنا أو بعد ما حددنا الشيب فايل، بص حضرتك هنا ظاهر قدام حضرتك إن الرودز لاين يعني معمولة بولي لاين، إن هنا اللاندز دي
تحتيها معمول باوندري. يعني ايه؟ يعني دي بوليجون ودي نوعها بوليجون ودي نوعها بوليجون. ولو كنا عملنا شيب فايل نوعه بوينت، يعني مثلا هعمل مع حضراتكم دلوقتي شيب فايل جديد، طبعا احنا مش محتاجين هنا نوعه بوينت، بس ماشي، هسميه بوينت مثلا، هيبقى نوع بوينت اهو، وادي الاسقاط بتاعه. بعد ما بنعمله على طول بيظهر لنا تحتيها الشكل او نوع الشيب فايل اللي احنا حددناه. بصوا ظاهر هنا تحت بوينت، شكل البوينت، يعني ده نوعه بوينت فعلا، ومش هيسمح لي ان انا ارسم غير بوينت، بس انا هحذفه حاليا لان احنا مش محتاجين. طب ليش طيب كل ينفع مره اعدل؟ بتعمل الاسقاط؟ لا ما ينفعش نعدل، لو حددنا نوع الشيب فايل ما ينفعش نعدل فيه بعد كده، نحذف بقى الشيب فايل يعني ونعمل تاني. احذفه واعمله من الاول وجديد. بالظبط. تمام. طب ليش كل مره بنعمل الاسقاط بنحدد الاسقاط لكل نوع شيب فايل؟ مش احنا كل نوع شيب فايل او كل شيب فايل احنا بنعمله محتاجين نحطه في مكانه الصحيح وننزله مسقط صحيح؟ طب ما هو احنا على نفس الصوره معمول لها اسقاط وكل شيء مضبوط، هي الصورة عملنا معمول الاول لها اسقاط. الصورة دي عبارة عن راستر صح؟ مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجة اسمها راستر وفيكتور؟ الصورة راستر نزل لها اسقاط والداتا فيو قرت الاسقاط ده. بس احنا حاليا بنعمل ايه؟ بنعمل فيكتور يعني رسم. فيكتور. كل فيكتور بندخله لازم نحدد هو هندخله في انهي مسقط بالظبط، اللي هو نفس المسقط بتاع الصورة. ففي فرق بين الفيكتور والراستر. الفيكتور ما يقدرش يقرا الاسقاط بتاع الراستر اوكي غير لو احنا اللي حددناه من ايدينا. تمام. في اي حد عنده اسئلة يا جماعة؟ طيب زي ما اتفقت مع حضراتكم ان احنا هنبدأ دلوقتي نرسم كده، هناخد التولز يعني بتاعتنا. عشان نبدأ نرسم لازم نفتح القائمة اللي اسمها edit، ولو اللي قدامنا الشريط اللي قدامنا ده مش موجود كليك يمين على اي جزء من الرمادي ده ونختار الاديتور ونسحبها نحطها في المكان اللي احنا محتاجينه. حاليا بقى هنفتح الستارت edit، ومجرد اني قلت له ستارت edit خلاص هو كده فتح الرسم عندي. طب ارسم ازاي؟ يا جماعه احنا مش بنرسم من التيبل اوف كونتنتس، التيبل اوف كونتنتس ده ظاهر لي بس الشيب فايلز اللي انا عاملاها. امال احنا بنرسم منين؟ اخر حاجه في شريط الايديت عندنا حاجه اسمها كرييت فيتشر، دي اللي لازم نفتحها عشان نرسم منها. عارف حضرتك لما تيجي كده يبقى ماسك قلم بنعمل ايه؟ لازم نروح نمسك القلم الاول عشان نقدر نكتب بيه. هنا نفس الكلام، هنروح نفتح الكرييت فيتشر الاول عشان نقدر نرسم. هنعمل ايه مثلا؟ هنختار البيلدينج دي وهرسم معاكم اول ظاهره نوعها بوليجون. لازم نضغط اهو على البيلدينج، انا هقفل دلوقتي الكتالوج مش عايزاه. هقف على البيلدينج، اول ما وقفت عليها بصوا يا جماعه ظهر لي من تحت ايه؟ construction tools. دي فيها مجموعه من الادوات اللي بتساعدني وتقول لي انا محتاجه ارسم البوليجون بتاعي بشكل ايه. لو اخترت اول حاجه بوليجون كده هبدا اضغط كليك شمال، كليك شمال كمان، كل نقطه بحطها بضغط لها كليك شمال، وعشان انهي الشكل بتاعي دبل كليك شمال. انا كده رسمت بوليجون. برسم بوليجون بناء على شكل البوليجون اللي عندي فعلا في الخريطه اللي قدامي. احنا حاليا بس بنرسم شكل البوليجون ونعرف ازاي بنستخدم الاداه. ريكتانجل اللي هو بنرسم شكل مستطيل، كليك شمال عشان ابدا اول نقطه، ثم كليك شمال تاني عشان اروح لاخر نقطه، وبعد كده احدد ارتفاع الريكتانجل بتاعي، وكليك شمال كمان عشان انهي شكل الريكتانجل بتاعي. اما السيركل ببدا احط مركزها اولا بكليك شمال برضو، وبعد كده ابدا اتحرك لحد ما اوصل لنهايه الدايره اللي موجوده عندي. دي غالبا بنستخدمها في الميادين لان الميدان بيبقى اخد شكل السيركل الموجود عندنا. الإليبس هو شكل بيضاوي، في ميادين برضو بتبقى اخده شكل بيضاوي. واضغط على اول نقطه إليبس عندي واخر نقطه إليبس موجوده عندي، ثم اشوف الارتفاع الإليبس اللي هو الشكل البيضاوي قد ايه واضغط كليك شمال. فري هاند اكننا ماسكين قلم، ضغطة كليك شمال واحدة بس، وبعد كده نمشي بالماوس من غير ما اضغط على أي حاجة. أنا حاليا مش ضغط على أي حاجة، وبعد كده نضغط كليك شمال عشان ننهي الأمر. يبقى الفري هاند كليك شمال واحد وامشي بالماوس عادي حر الحركة، وبعديها اضغط كليك شمال. نيجي بقى نتكلم على الأوتو كومبليت بوليجون، دي مهمة جدا عندنا. أوتو كومبليت بوليجون دي يا جماعة مهمتها إن أنا لو عايز أرسم شكل جنب الشكل بتاعي، بس بشرط هيبقى ليه حدود مشتركة. يعني أنا عايز أرسم الشكل هنا وليه حدود مشتركة اللي هي دي، عايزه ارسم شكل تاني بنفس الحدود المشتركه دي، اعمل ايه؟ ابدا اضغط كليك شمال على بدايه الشكل اللي انا عايزه ارسمه،
وامشي على حدود الشكل بتاعي، وبعد كده انهي عند نهاية الشكل من غير ما اعدي على الحدود اللي جوه دي. رسم لي الشكل ورسم معاه الحدود المشتركة اللي قدامنا، رسم مع الشكل الحدود المشتركة اللي قدامنا. بس الاوتو كومبليت بوليجون ده ليه شرط واحد بس، اللي احنا بنرسم في نفس الشيب فايل. يعني ما ينفعش نكون احنا حاليا دلوقتي بنرسم في البيلدينج، ما ينفعش نكون عندنا حد مشترك في اللاند في الشيب فايل اللي اسمه لاندز ونستخدم الاوتو كومبليت بوليجون، لا مش هيسمح بالموضوع ده. طب حلينا المشكله دي بايه؟ الحقيقه الشركه هي اللي حلت المشكله دي على الارك برو اللي هو ليفل 2 اللي حضراتكم هتاخدوه ان شاء الله. في اداه تانية بتسمح لنا اننا نستخدم الاوتو كومبليت بوليجون زي الاوتو كومبليت بوليجون بالظبط، بس تسمح لنا اننا نستخدم في 2 شيب فايلز مختلفين. يعني لو عندنا الحد مشترك ده في بيلدينج وعايزين نرسم في اللاندز، هيرسم لنا بالاوتو كومبليت عادي في اللاندز. لو عندنا خطين مشتركين، بس ده في الارك برو مش في الارك جايز. يبقى الاوتو كومبليت بوليجون شرطها ان لو الحدود المشتركه دي حضرتك هترسمها في نفس الشيب فايل، هيرسم معاك اوتو كومبليت بوليجون عادي. رحنا لشيب فايل تاني وجينا نستخدم الاوتو كومبليت بوليجون، مش هيرسم لي حاجه زي ما حضراتكم شفتوا. انا رحت اهو لشيب فايل تاني اللي هو لاندز، قلت له اوتو كومبليت بوليجون عشان ارسم على الحدود المشتركه دي، مش هيرسم لي اي حاجه خالص. تمام. فده امر من الاوامر اللي بتبقى فيها تحديث في الارك برو. والاوتو كومبليت فري هاند ده برضو زي الاوتو كومبليت بوليجون، بس الفرق ان هو بيرسم لي على شكل فري هاند، على شكل قلم عادي زي ما احنا عملنا هنا. نبتدي برضو من اول نقطه كده، نمشي لحد اخر نقطه، هيرسم لي الحدود المشتركه هو اللي ما بينهم. بس الفري هاند مش بيفتح لك سناب. ايه يا جماعه السناب ده؟ احنا لما رحنا نعمل اوتو كومبليت بوليجون، شايفين المربع اللي ظهر لي ده؟ ده السناب، ظهر لي فيرتكس كده، ده السناب لقط لك النقطه. لكن الفري هاند ما بيبقاش فيه لقط النقطه. بنعمل ايه؟ بندخل جوه الشكل شويه ونبدا الفري هاند بتاعنا، وبعد كده ننهي برضو جوه الشكل شويه. هو بيلقط الحدود المشتركه عادي لوحده وما بيحطش في حسابه الجزء الصغير اللي حضرتك دخلته، بس احنا دخلناه علشان ما فيش سناب في الفري هاند. يبقى لحد دلوقتي في البيلدينج احنا اخدنا، او في البوليجون عموما اي شيب فايل نوع بوليجون، احنا اخدنا ازاي نرسم بوليجون، ريكتانجل، سيركل، اليبس اللي هو شكل بيضاوي، فري هاند. الاوتو كومبليت بوليجون ايه مهمتها يا جماعه؟ يعني مثلا باشمهندس محمود. طب باشمهندس محمد ممكن نفتح الصوت نشرح بس فكره الاوتو كومبليت بوليجون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الاوتو كومبليت بوليكون عشان لو انا رسمت ريكتانجل او بوليكون اقدر ان انا اعمل كونكت على اي نقطتين منه، وبيرسم لي الحدود المشتركه ما بين بيتماشى مع الشكل القديم. بالظبط، لو انا بالظبط، الله ينور، شكرا يا باشمهندس. يبقى وعندي حدود مشتركه وعايز ارسم البوليجون اللي جنبه من غير ما اعدي على حدود تاني، هو هيرسمها لنا لوحدها. تمام. طب احنا رسمنا اي شيب من الشيبس اللي قدامنا دي وعايزين نبدا اننا نعدل فيها. تمام. نبدا نعدل فيها يعني نعدل في النقط بتاعتها اللي هي الفيرتكس بتاعتها. ايه الفيرتكس دي يا باشمهندسين؟ اولا عشان اقدر امسك اي شكل من الاشكال دي، احنا كنا بنرسم حاليا، عايزين نمسك ونعمل سيلكت على اي شكل من الاشكال دي. احنا دلوقتي عندنا علامه البلس جاهزه للرسم، لكن مش جاهزه عشان نعمل سيلكت على الشكل. محتاجين نعمل سيلكت على الشكل، هروح على الايديت تول وامسك الشكل بتاعي اعمل عليه سيلكت. لو محتاجين اننا نعدل في الفيرتكس، هلاقي عندي في نفس الشريط، هلاقي الشريط الاديتور يعني، هلاقي حاجه اسمها edit vertex، اضغط عليها. هي دي الفيرتكس بتاعتي اللي هي العلامات الخضراء اللي قدامنا دي، هي دي النقط بتاعتي. هنا لو عندي ان انا عايز امسك النقطه نفسها، modify sketch vertex، يعني ايه؟ امسك النقطه كده كليك شمال وافضل مثبته ايدي لحد ما اروح للمكان اللي عايزه احرك فيه او اعدل فيه النقطه بتاعتي، ثم كليك شمال تاني من بره. كده انا عدلت مكان النقطه. اروح edit vertex تاني واجي على add vertex. لو عايزه ازود نقطه هقول على add vertex هنا، ازود نقطه كده، ابتدي احركها برده في المكان اللي انا محتاجه. طب لو انا بقى محتاج ان انا احذف نقطه، هروح برده على delete vertex واروح احذف النقطه اللي انا مش محتاجاها.
ثم كليك شمال عشان اثبت كل ده خلاص. ومن غير ما نروح على edit vertex احنا ممكن نضغط دبل كليك على الشكل اصلا، هيطلع لي القائمه بتاعت edit vertex من غير ما اختار. جنب edit vertex هنلاقي حاجه اسمها reshape. reshape feature دي يا جماعه ليها استخدامين. اول استخدام، لو انا ضغطت على الريشيب اولا لازم نبقى عاملين سيلكت عشان يقدر يشغل لي امر الريشيب، لازم نبقى عاملين سيلكت على الشكل اولا. وهروح اقول له ريشيب فيتشر، وابتدي اخد نقطه من جوه مع نقطه تانية من جوه اهو. بصوا يا جماعه يحصل ايه دلوقتي حاليا، دبل كليك حصل ايه، قطع لي الشكل مع حذف مساحه الجزء الاصغر. هو بيشوف مين من البلوكين مساحته اصغر وبيحذفها. هعمل كنترول زد عشان ارجع الخطوه اللي فاتت، واعمل برضو سيلكت على الشكل، وهستخدم الريشيب المره دي، بس المره دي هستخدمه من بره الشكل. ابتدي اخد نقطه من بره وامشي واضغط دبل كليك، كمل لي الشكل. اذا الريشيب ليها استخدامين، لو استخدمناها بداخل الشكل هتقطع لي الشكل مع حذف مساحه الجزء الاصغر، ولو استخدمناها من خارج الشكل هتكمل لي الشكل بتاعي، وهتحذف طبعا الحد الفاصل اللي كان ما بينهم. وعندنا أداة مهمة جدا بعدها اسمها كات بوليجون، هنستخدمها النهارده كتير واحنا بنرسم الخريطة. كات بوليجون دي بتعمل ايه؟ أولا لازم نبقى عاملين سيلكت برضو على الشكل، ولو حضرتك معاك علامة البلس الموجودة دي ما ينفعش نعمل سيلكت. امال هنعمل ايه؟ هنروح على الايديت تول أولا، نقف عليها وبعد كده نعمل سيلكت على الشكل اللي احنا عايزينه، واروح بعد كده على الكات بوليجون. يبقى الثلاث أوامر اللي قدامنا دول لازم أولا نكون عاملين سيلكت على الشكل بتاعنا. الكات بوليجون دي بتعمل ايه؟ انا اخدتها وهبتدي اخد نقطه بدايه ونقطه نهايه، دبل كليك، عملت لي ايه؟ فصلت لي الشكل ده عن الشكل ده. طب انا هفتح مع حضراتكم دلوقتي الاتريبيوت تيبل عشان واحنا بنرسم نشوف برضو الفيتشرز اللي بتظهر لنا في الرسم. هحذف دلوقتي مجموعه الاشكال اللي احنا رسمناها، هسيب عندي الشكلين دول فقط. حضراتكم شايفين دلوقتي الاتريبيوت بتاعي ما فيهوش غير 2 بوليجونز بس. هبتدي اعمل سيلكت على البوليجون ده واقول له كات بوليجون واقطع. بقوا 3 بوليجونز يا جماعه، ليه؟ لان هو قسمهم لي لثلاث اشكال فعلا دلوقتي، ادي اول شكل، ثاني شكل، ثالث شكل، وبعد كده كات بوليجون تاني بقوا 4 بوليجونز، بقوا اربع اشكال، وبعد كده كات بوليجون كمان. يبقى كل شكل بقطعه هو بيفتح لي رو بداخل الاتريبيوت عشان كل شكل يبقى اخد الفيلدز او اخد الخصائص اللي احنا هندخلها له بعد كده. يعني مثلا لو احنا دلوقتي راسمين بوليجون هقول له ستوب اديت وهقول له سيف، وبعد كده ستارت اديت تاني. وانا هرسم حاليا مع حضراتكم بوليجون. البوليجون اللي قدامنا ده هو عبارة عن مجموعة مباني زي مجموعة المباني اللي موجودة قدامنا دي. هل معناه ان احنا نرسم مبنى مبنى؟ لا، ده احنا هنلف على مجموعة المباني دي كلها ببوليجون واحد ونبدأ نقطعه. احنا هنعمل كده بالظبط دلوقتي. ده كده بوليجون واحد اللي احنا عاملين عليه سيلكت اهو. ابتدي اقطع واقول له كات بوليجون، كات بوليجون. استفدت ايه حاليا بعد ما قطعت؟ ان انا خليت البوليجون الواحد 3 بوليجونز. ادخل من ده مبنى، ادخل من ده جنينه، ادخل من ده ارض فاضيه، ادخل نوع كل بوليجون لوحده من غير ما اروح ارسم واحد لواحد بايديا. كده وفرنا وقت ووفرنا مجهود. في نفس الوقت على فكره دقه الرسم بتاعتنا بقت عاليه، لان احنا مجموعه المباني اللي موجوده عندنا هنا لو لاحظنا ان هي كلها على صف واحد. لو رسمنا مبنى مبنى مش هنقدر نظبط ايدينا بالظبط زي ما نرسم مجموعه المباني ونقطعها. يبقى لحد دلوقتي احنا اخدنا edit vertex اللي هي بتعدل لي الفيرتكس بتاعتي، النقط بتاعتي، واخدنا الريشيب اللي هي ليها استخدامين. اول استخدام ان انا لو مشيت في الريشيب من خارج الشيب فايل بتاعي
هيكمل لي الشكل زي ما هنعمل كده دلوقتي. هيكمل لي الشكل لو مشيت من بره، ولو مشيت بأمر الرشيد من جوه هيعمل لي ايه؟ هيقطع لي الشكل مع حسب مساحة الجزء الأصغر. أما الكات بوليجون بتقطع لي وبتقسم لي الجزء بتاعي لجزئين أو 3 على حسب احنا هنقطعه لكام جزء، وكل جزء بيكون بيفتح لي رو جديد عشان أكتب أنا فيه الداتا اللي أنا محتاجها. طيب لو احنا اشتغلنا نخلي بالنا من نقطة الإيديت فيرتكس كويس جدا، لأن واحنا شغالين يا جماعة أنا دلوقتي واقفة على بلوك وقلت له إيديت فيرتكس، ولو فعلنا خطوة الاسترتش دي يعني فضلت مفعلة عندنا، حضرتك هتيجي تحرك النقطة هتلاقي الشكل كله اللي بيتحرك. ليه؟ عشان حضرتك مفعل خطوة الاسترتش من غير ما تاخد بالك. استرتش يعني بتمط الشكل، بتكبر الشكل بتاعنا، فطول ما احنا فاتحينها مش هيحرك لك النقطة بس، ده هيحرك لك الشكل كله. فأنا بقول ليه حضرتك الخطوة دي عشان ممكن تكون حضرتك مفعلها من غير ما تاخد بالك، فتيجي تحرك النقطة تلاقي الشكل كله بيتحرك، فمش فاهم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل هنا ان احنا بنبقى فاتحين الاسترتش، نقفل الاسترتش بتاعنا عشان نقدر نحرك النقطة بس هي اللي نتحكم فيها. دي من الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها واحنا شغالين في تعديل النقطة، واكيد واحنا بنرسم لازم نعدل النقط ولازم نحرك نقطة من مكانها ولازم نستخدم كل التولز اللي انا قلتها لحضراتكم دي. طب في حاجة تانية، دلوقتي انا شغال في البيلدينج برضو وعايز ارسم بلوك، وجيت عند حتة فيها كيرف. تمام؟ يعني ايه فيها طب كيرف؟ نلونهم ازاي؟ هقول لحضرتك دلوقتي التلوين. حاضر. شايفين يا جماعة الكيرف ده؟ يعني مثلا هرسم مع حضراتكم دلوقتي الجزئية دي. عايزين مثلا نرسم الجزء ده، انا هبدأ من هنا بس الجزء ده فيه كيرف، ما ينفعش امشي عشان نخلي الشكل بس يبقى مظبوط عندنا، ما ينفعش امشي ستريت لاين، يعني ما امشيش لاين على طول. اعمل ايه؟ اروح اخد الارك سيجمنت واحط نقطة نهاية الارك بتاعي اللي هي نقطة نهاية الكيرف الاول، وبعد كده نقطة المنتصف، وبعد كده ارجع تاني اللاين سيجمنت اقف، وبعد كده اروح اقول له ارك سيجمنت اخر الارك بتاعي واقف في النص، وبعد كده لاين سيجمنت. بستخدم امتى لاين سيجمنت؟ لما ببقى خلاص خلصت الشكل بتاعي وعايزه اقفله او ماشي ستريت يعني. كده نكون رسمنا في شكل الارك زي ما احنا عملنا. رسمنا وعايزين نعدل النقطه اللي داخله جوه دي شويه، دبل كليك، وزي ما قلت لحضراتكم نتاكد ان الاسترتش دي مقفوله عشان ما يمطليش الشكل كله، ونبدا نضغط على النقطه ونسحبها للمكان اللي احنا عايزين نعدل فيه، او نضغط على الارك نفسه ونسحبه في المكان اللي احنا عايزين نعدله برضو فيه. تمام؟ حته التلوين دي هنتكلم فيها دلوقتي حاضر لما ندخل على الخريطه. بكده يا جماعه نكون اتكلمنا على الايديتس اللي موجوده عندنا. في كمان عندنا حاجه اسمها تريس، دي مش بنستخدمها قوي الحقيقه في الرسم، بس هعملها دلوقتي مع حضراتكم عشان نبقى لمينا كل الاجزاء. انا دلوقتي هستخدم امر تريس، وهبدا من بدايه النقطه اللي موجوده عندي، هسيبه يحمل شويه، وامشي من غير ما اضغط على اي حاجه خالص، وبعد كده دبل كليك لنهايه الشكل. عمل ايه؟ اول ما ضغطت على اول نقطه هو شاف الشكل اللي مرسوم ومشى على حدوده، وضغطت دبل كليك تاني مشى على حدوده من غير ما اضغط اي كليك شمال، ومشيت لحد اخر الحد وضغطت دبل كليك. يعني التريس ده بيمشي لي على حدود الشكل اللي مرسوم اوريدي، بيقرا اللي مرسوم، واضغط دبل كليك هيترسم لي الشكل اللي في النص، بس بشرط انه يكون زي ما كان موجود قدامنا هنا، بوليجون مثلا بعد متقفل إذنك تاني بوليجون كده يا تاني وعندنا باشمهندس. حته فاضيه. حاضر هقولها لكم تاني. تاني كده معلش تريس يا باشمهندس. ماشي حاضر. عندنا جزء او بلوك كده وبلوك كده، وفي جزء من النص مش مرسوم. تمام؟ لو في نفس الشيب فايل هنستخدم امر الاوتو كومبليت عادي زي ما احنا اخدناه، وممكن نستخدم امر تريس. بنعمل ايه؟ بنقف على اول نقطه من الحد اللي مرسوم. تمام؟ وما ينفعش نمشي كده يا جماعه، ما ينفعش نمشي في الحته الفاضيه دي. هل في حاجه مرسومه فيها؟ هو مش هيقرا حاجه، مفيش حاجه مرسومه، هو بيقرا اللي مرسوم، بيقرا الفيكتور اللي مرسوم.
وابدا امشي على الحدود اللي مرسومه من غير ما اضغط على اي حاجه نهائي. هو بيقرا اللي مرسوم ايه وبيمشي على حدوده، بيمشي زيه بالظبط. وبعد كده دبل كليك شمال، رسم لي الجزء المفقود اللي في النص. يعني التريس بيرسم لي على حدود اشكال مرسومه اوريدي. طب لو الحد اللي فوق ده مرسوم ومفيش حاجه مرسومه تحت، لا مش هيرسم لك حاجه تريس. يبقى في الحاله دي يعني لو النظريه العكس، لو انا عايز ارسم هنا، هل كده امشي بالتريس؟ همشي بالتريس لو انت هترسم الشكل بتاعك على شكل مثلث، يعني كده. اروح اقول له تريس، واقف كده على النقطه وامشي وهو بيقرا كل ده. يعني ما ينفعش يمشي في الفراغ باشمهندس لا صحيح؟ مش بيمشي في الفراغ. انا هوري حضراتكم دلوقتي. هنقف اهي في نقطه وهنمشي على الحدود اللي موجوده، وهيقفل لك اول ما يلاقي ان مفيش حدود هيمشي فيها بالشكل ده. لكن لو البوليجون بتاعي مش اخد شكل المثلث ده وانا محتاج ان انا اكمل بشكل ريكتانجل مثلا، او الجزئيه دي كلها تكمل على بعضها، يبقى استخدم اوتو كومبليت، لان احنا في نفس الشيب فايل. هنقف كده نقطه في الاول ونقطه في الاخر، كده رسم لك الشكل. على حسب برضو ايه اللي موجود عندك في الخريطه. بيمشي على الحدود اللي مرسوم، ما بيمشيش على حاجه مش مرسومه، بيمشي على الفيكتور، يعني ده التريس. الاوتو كومبليت بيكمل لك الشكل سواء في حاجه مرسومه او مش مرسومه. هو بس بيبقى محتاج يمسك شكل مرسوم مع شكل تاني الناحيه التانيه مرسوم، وخلاص هو بيرسم لك الجزء اللي جوه. وصلت يا جماعه الفرق بين الاثنين؟ طب هستأذن حضرتك يا باشمهندسة، بس أمر أرك تاني. اه ماشي حاضر. أمر أرك. ماشي تمام. حاضر. هبتدي دلوقتي ارسم مع حضراتكم جزئيه هنا بداخل الخريطه، بيلدينج مثلا برضو. اختار بوليجون وهمشي معاكم هنا على مجموعه البلوكات دي. هقف اهو من بدايه البلوك بتاعي، همشي كده الجزء ده اخد كيرف شويه، اروح على امر ارك سيجمنت، اقف عند نهايه الارك، ثم نقطه المنتصف بتاعه الارك اللي هو خلاص احنا عايزين نقفل الارك ازاي. وبعد كده انا لسه هنا مكمله الارك شويه لان هو لسه اخد شكل كيرف شويه، على نهايه الارك، وبعد كده منتصف الارك، وبعد كده الجزء ده ستريت، يبقى اروح على لاين سيجمنت وامشي ستريت. بعد كده الجزء ده فيه ارك، اروح اخد الارك واقف عند نهايه الارك، ثم في النص كده نيجي نظبط الارك نفسه، يعني على حسب شكل الارك اخد لحد فين. وبعد كده لاين سيجمنت ونمشي على طول، وبعد كده ارك سيجمنت ونقف عند اخر الارك، وبعد كده المنتصف ونكمل. طبعا الجزء ده هيكمل ايه؟ لاين سيجمنت عادي او ستريت سيجمنت. اما الجزء ده اخد شكل كيرف شويه، نروح ناخد امر ارك، نقف عند اخر الارك. طبعا ما ينفعش اقف عند اخر الارك بالشكل ده، الارك كده هيكبر مني بزياده ومش هيبقى مظبوط على شكل الرسمه بالظبط. فاحنا بنقف على شكل الرسمه اللي موجوده عندنا. فانا هقف هنا مثلا شويه عشان اظبط الارك، وبعد كده اروح اعمل ارك تاني هنا واقف في النص، وبعد كده اروح اعمل ارك اخير او لاين سيجمنت هنا الاول، ستريت سيجمنت، وبعد كده في الاخر ارك. عمل لي الشكل زي ما حضراتكم شايفين. طب تعالوا نشتغل في الجزئيه دي بالمره. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي الجزء ده اخد لون، فاحنا مش شايفين البلوكات اللي جوه، مش قادرين نشوفها. عايزين نقدر نتحكم في الالوان، او عايزين نقدر نتحكم في البلوكات اللي من جوه ونشوفها. فلازم نخلي البوليجون اللي قدامنا ده عباره عن اوت لاين بس، يعني الفيل لاين اللي جوه ده نشيله. هنعمل ايه؟ هنضغط دبل كليك، مش احنا شغالين دلوقتي حاليا في بيلدينج، هنضغط دبل كليك على بيلدينج اللي هي البلوك اللي تحت بيلدينج، مش البيلدينج نفسها، البوليجون اللي تحت بيلدينج، دبل كليك. واروح هنا هلاقي عندي حاجه اسمها هولو. هولو ده بيعمل لك ايه؟ بيملا لك
او بيخلي لك الاوتلاين بس، اللي هي الحدود الخارجيه بتاعت البوليجون. اما الفيل بوليجون او الفيل كلر اللي جوه بيحذفه لك، زي ما احنا شايفين فيل كلر هو عامل لي قانون هنا قافلهولي. هكبر السمك شويه بتاع الاطار بتاع الحدود، خلي لونه اسود عادي مفيش مشكله، واقول له اوكي. بصوا يا جماعه خلى شكله عامل ازاي. هو بوليجون برضو بكل خصائصه وكل حاجه موجوده عندنا، الفرق بس ان احنا شلنا اللون اللي جوه عشان نقدر نشوف البلوكات اللي موجوده من جوه. ونبدا نطبق بالمره دلوقتي امر الكات بوليجون. لازم امر الكات بوليجون قلنا شرط اساسي ان نبقى ضاغطين اولا سيلكت على الشكل، وبعد كده نروح ناخد امر كات بوليجون ونبدا بقى نقطع المباني زي ما احنا شايفينها كده. كل حدود بلوكات مباني قدامنا نقدر نقطعها، مثلا حد زي ده كده، بس لازم نبقى عاملين سيلكت يا جماعه. مثلا كده، ده كل ده اللي احنا بنعمله امثله، احنا لسه ما بدأناش نرسم في الخريطه اصلا، لان احنا لما ندخل في رسم الخريطه هنمشي باساسيات معينه. ده بس مثال على الاجزاء اللي احنا اخدناها حاليا. ادي البلوكات اللي احنا رسمناها. برضو تلوين البلوكات نفسها دي احنا هنتكلم عنها في اللاي اوت المره الجايه بالتفصيل، ما تقلقوش. لكن احنا دلوقتي بنستخدم الحاجات اللي بتفيدنا في الرسم، احنا دلوقتي مركزين على الرسم. عملنا ايه؟ رسمنا البوليجون بتاعنا، وبعد ما رسمناه بدأنا نعمل كات بوليجون. فادتنا ايه بقى في الكات بوليجون دلوقتي حاليا؟ مش احنا عندنا مجموعه بلوكات اهي رسمناها؟ لو عايزين ندخل ان ده بلوك سكني، عايزين ندخل ان دي ارض فاضيه، نبدأ نعمل فيلد ونكتب في كل واحده البلوك بتاعها هو ايه. طب عايزين نقسم من النص هنا، لا دي محتاجه، المبنى ده محتاج يتفصل عن المبنى ده، نفس الكلام. نعمل شيفت بقى ونبدأ نعمل سيلكت عشان نقسم بالعرض. كده انا فصلت المبنى ده عن المبنى اللي في ظهره، المبنى ده عن المبنى اللي في ظهره. فصلناه ازاي؟ عملنا سيلكت ثم شيفت ثم عملنا سيلكت على بقيه الاجزاء اللي احنا كنا عايزين نعمل عليها السيلكت، وكات بوليجون، ونقطع الجزء اللي احنا محتاجين نفصله عن بعض. بشرط زي ما اتفقت مع حضراتكم ان نبقى عاملين سيلكت الاول عشان امر كات بوليجون يشتغل معانا. تعالوا بقى نملى الالوان تاني عشان بس نشوف الشكل. كده ده الجزء اللي احنا فصلناه عن بعضه بمجموعه المباني اللي موجوده قدامنا. ضغطنا دبل كليك على البوليجون اللي تحت كلمة بيلدينج اللي احنا بنرسم فيها، اللي هو الشيب فايل اللي بنرسم فيه، واخترنا اللون اللي احنا محتاجينه. احنا دلوقتي برضو مش هنتكلم في الوان، هنتكلم فيها في اللاي اوت المرة الجاية ان شاء الله، عشان نشوف بس الشكل اللي ظهر عندنا ايه. ومجرد بوليجون واحد رسمناه وقطعناه بكات بوليجون، رسمنا مجموعة المباني اللي قدامنا دي. تمام؟ في مشكلة كده يا جماعة بالنسبة للشيب فايل نوع بوليجونز؟ احنا كده بناخد دلوقتي الرسم ايا كان نوع او اسم الطبقة ايه، المهم ان هي نوعها بوليجونز. اخدنا معظم او كل تقريبا الادوات الخاصه بالبوليجونز الموجوده عندنا. في حاجه تانية بقى عايزه اتكلم مع حضراتكم فيها. لو احنا عندنا بوليجون بداخل بوليجون، يعني انا رسمت بوليجون اهو، هرسم جواه بوليجون تاني. مش احنا عندنا البوليجون ده الكبير مرسوم، والبوليجون الصغير اللي مرسوم ده اخد من مساحه البوليجون الكبير؟ يعني احنا لو بناخد مساحات مثلا محتاجين نفصل، طالما في مثلا هنا جنينه ودي وده مبنى، احنا محتاجين نفصل. الصوت بس يا جماعة بقى. طيب احنا محتاجين نشيل مساحة المبنى من مساحة الجنينة اللي موجودة عندنا. الجنينة هي موجودة كاملة عندنا، المفروض طالما عليها مبنى يبقى نشيل مساحة المبنى من مساحة الجنينة. طب هنعمل ايه في الحالة دي؟ هنمسك المبنى اللي مرسوم اللي هي مساحة الجزء الأصغر، ونروح على الإديتور ونختار حاجة اسمها كليب، وأقول له أوكي. عمل لي إيه يا جماعة؟
بصوا كده، انا هاخد ده اسحبه، شال لي مساحه المبنى اللي احنا اتكلمنا عنه من مساحه الجنينه اللي حواليه. لان طالما مرسوم مبنى على جنينه، يبقى ايه لازمه ان الجنينه كلها تبقى اخده المساحه كامله؟ لا، ده احنا عايزين نقتطع مساحه المبنى اللي مرسوم عليه. حضراتكم فاهميني؟ تاني، لو احنا عندنا بوليجون اهو، وعايزين نرسم بداخله بوليجون تاني، رسمنا عادي البوليجون التاني جواه اهو، عايزين بقى نقتطع مساحة البوليجون الصغير ده من مساحة البوليجون الكبير. احنا دلوقتي لو حذفنا البوليجون ده، لو مسكنا البوليجون اهو زي ما انا همسكه مع حضراتكم الصغير، مساحة البوليجون الصغير ده موجودة عادي مع مساحة البوليجون الكبير. لا، انا عايزة احذفها بقى، عايزة اشيلها من مساحة البوليجون الكبير. امسك الجزء الصغير ده وقول له كليب، ثم اوكي. تعالى بقى نسحبها، هلاقيه خلاص قطع لي الجنينه اللي احنا قلنا عليها، شال لي مساحتها خالص، لان هي مش جنينه اوريدي، هو اللي موجود فيها ايه؟ مبنى، وحط لي المبنى فين، قطع المساحه نفسها. واصله يا جماعه فكره الكليب؟ ففي حد في حاجه مش واصله له لحد دلوقتي او عنده استفسار في حاجه؟ خدنا كات بوليجون وريشيب، وخدنا اديت فيرتكس، وخدنا ارك وستريت لاينز وكليب وتو كومبليت بوليجون. في اي نقطه من النقط اللي احنا قلناها دي مش واضحه او بعيدها تاني؟ ايوه يا باشمهندس، السلام عليكم. وعليكم السلام. باشمهندسة، بس عايز افهم من حضرتك، يعني اللي احنا بنعمله ده هو لما انا بس بتعامل مع صورة وباخد المباني اللي فيها بحولها لداتا وكوردينيت سيستم، هل هي عكس عملية ان احنا بنروح نعمل مثلا توبوجرافيك سيرفي وبنرفع الطرق وبنرفع المباني وبنرفع كل حاجة؟ هل هي العملية اللي احنا بنعملها دي هي عكس العملية اللي احنا بنعملها في الموقع، ولا يعني ايه الغرض يعني من اللي احنا بنعمله ده؟ اه تمام. حضرتك دلوقتي لما بترفع بيانات من الموقع، بترفعها وتحطها على السوفت وير صح؟ بتظهر على مظ- شكل فيكتور، يعني بتظهر على شكل بيانات مرسومة صح؟ مظبوط. تمام. احنا دلوقتي ما نزلناش المنطقة دي وما رفعناش، احنا ما عندناش فيها غير صورة فقط. هل عندنا بيانات ليها؟ هل عندنا فيكتور ليها؟ لا، ما عندناش. اذا احنا بنعمل حاليا الفيكتور، احنا حاليا بنرسم المنطقة، لان احنا ما نزلناش وما رفعناهاش. فهي مش عكس اللي حضرتك بتعمله، لا، حضرتك عملت نزلت، رفعت، اخدت نقط باحداثيات، جيت حطيتها على السيستم بتاعك كده. انت مش محتاج ترسم، هترسم ليه ما حضرتك حطيتها خلاص. ايوه يا باشمهندس، بس الاكيورسي مش هتكون عاليه باللي احنا بنعمله ده. مش هتكون الاكيورسي عاليه زي لما انا بنزل مثلا بجي بي اس او بتوتال ستيشن وبنرفع مثلا الحاجات دي طالما كلها مظبطين بالتفصيل. اسقاط وحاطين احداثيات صحيحه، يبقى هتكون دقتها عاليه طبعا، لان احنا بنرسم الخريطه في مكانها ومنزلين الاحداثيات زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. فكل حاجه هتبقى مظبوطه معانا باذن الله. طيب تمام يا باشمهندس. فدي زي دي بالظبط، مش عكسها. هو ممكن أعقب يا باشمهندس بعد إذن حضرتك، اه بس طبعا على اتفضل. سؤال الباشمهندس. الباشمهندس يقصده يا باشمهندس اللي في فرق بين الشغل الهندسي وفي فرق بين شغل التحليل. الارك جي اس غالبا بيبقى شغله معتمد على التحليل، يعني جمع الداتا والرسم والحاجات دي. النتيجة منه اللي احنا بنوصل لتحليل معين، لظاهرة معينة، لحاجة معينة. انما اللي الباشمهندس يقصده اللي هو الشغل الهندسي نفسه. يعني احنا احيانا لما بننزل بناخد مشروع لازم نعمل رفع مساحي دقيق جدا، عشان في كميات بتتحسب، عشان في حفر بيتعمل، عشان في مباني هتتوقع وتتعمل. ففي الحالة دي الارك جي اس مش هينفعني. انما انا لما اجي مثلا احتاج تحليل خاص بالسكان، خاص باي ظاهره او اي حاجه عايز اعملها، الاوتوكاد ما بيقدرش يعملها او البرامج الهندسيه التانيه ما بتعرفش تعملها، انا هنا برجع للارك جي اس. لذلك انا لما باجي اشتغل في الطبيعه انا ما بعتمدش على حسابات الارك جي اس، ولا بعتمد على ابعاد ولا كلام، لا بروح للكاد بقى اخد منه الداتا اللي انا محتاجها. يعني انا تعرضت للمشكله ديت، يعني كان معايا مشروع كنا شغالينه كده وشغالينه كده، فكان الاستشاري طلب جي اس بس عطاني سكيما. طبعا كنت اول مره اعرف يعني ايه سكيما وكلام من ده، بس طبعا في الاخر عرفت يعني ايه سكيما. الجانب الاخر كان طبعا هندسيا كان هو بيطلع يشيك معاه من اللي هي الابعاد الصحيحه 100% بالملي من اللي هي البرنامج الكاد. بس هي دي النقطه يعني اللي كنا تعرضنا ليها يعني.
تمام. بس انا حابه ان انا اعقب الجي اي اس برنامج بيقوم باناليسيس كتير وتحليلات كتير، بس برضه بيقوم بحاجه اسمها geostatistical analysis، اللي هي حساب كميات عادي، حساب مساحات ومسافات عاديه دقيقه. بس هي طبعا احنا لو جينا قارنا بين انك نازل رافع المنطقه بايديك وشغلك وعايز تاخد الموضوع ده على، احنا لما بنشتغل شغل هندسي يا جماعه غير لما بنشتغل شغل خرائطي. شغل هندسي بأبعاد وبإحداثيات وبنقط معينة. هنا شغل خرائطي هدفنا إن إحنا زي ما حضرتك قلت تحليلات وإظهار، بس برضه بيظهر لي كميات. لو عايزين نحسب كميات بتظهر لنا عادي، هناخدها في الكورس بتاعنا إن شاء الله. هي بص يا باشمهندس، انا حسبت كميات انا جربت حساب الكميات بالارك جي اس، وحسبت كميات بالسيفل 3 دي. طبعا السيفل 3 دي كان ادق وعنده خوارزميات مش موجوده على يعني حساب الكميات الخاص بالارك جي اس. اللي انا شفته اللي هو مجرد بس ايه يعني برضو يعني عشان برضو اللي انا استعلم او اعمل تحليل معين. الرقم نفسه بيبقى تقريبي بنسبة مثلا 95%. انما السيفل 3 دي بيديني حساب كميات بنسبة 100%، او الاكسل شيت اللي احنا عاملينه خاص باللي في المعادلات اللي احنا بنطلع منه الكميات يا باشمهندس في الموقع. بنعتمد على احنا على السيفل 3 دي والاكسل شيت اللي احنا كنا بنكون حاطين فيه المعادلات بتاعتنا، بحيث ان احنا نطلع الكميات بتاعته. لان الارك جي اس يعني لما بيجي يحسب كميات بيعتمد على خوارزميات مش دقيقة شوية. احنا لان انا شفت هنا يعني جربت انا مشروع، طلعت كميات في الارك جي اس، طلعت كميات في السيفل 3 دي، لقيت في فرق. بس طبعا في الاخر البرامج اللي هي المعتمدة عند الوزارة اللي هي البرامج اللي هي الهندسية اللي هي الهندسية. زي اللي هي الاوتوكاد والسيفل 3 دي. واحيانا بنعمل اكسل شيت متفق بيننا وبين الوزارة والحاجات، نطلع الكميات. أنا طبعا مش عايز اطول على حضراتكم، القصه طويله فاتفضلي يا باشمهندس. هل احنا عندنا في الارك جي اي اس، هل عندنا البعد الثالث اللي هو الزد مثلا؟ في عشان الباشمهندسه اه بقى اه تتفضلي يا عندنا باشمهندس. عندنا زد عادي. لو انت عندك احداثيات المنسوب يعني تقدر تدخله عادي على ارك جي اس. عندنا كل حاجه على ارك جي اس يا جماعه. بس هي يعني مش الفرق مهندسه الصوره اللي قدامنا دي، احنا ممكن مثلا العماير اللي موجوده او نعملها البيوت 3 دي دي. ممكن اعرف مثلا العماره من فوق منسوبها كام ومنسوب الشارع من تحت والكلام ده؟ بالظبط. لو حضرتك دخلت له مناسيب وحضرتك هتاخد في ليفل 2، باشمهندس مصطفى في ليفل 2 ان شاء الله هيوريك ازاي تقدر تشتغل 3 دي على البرنامج، او ازاي تحول الرسمه 2 دي ل 3 دي. هتاخدوها والله يا جماعه انا يعني. في الحاله دي، انا مش انا اللي هدخل بقى، المفروض ان انا هاخد الداتا من هنا. يعني ما انا بتعامل دلوقتي، انا باخد داتا اكيد، ما بدخلش داتا. مظبوط. بمعنى ايه؟ مين اللي هيجيب المناسيب؟ البرنامج. هو دلوقتي زي انا ما باخد الابعاد من الصوره وباخد المساحات، اجيب الزد بقى. الزد اكيد في طريقه بيجي منها ولا ايه؟ وقتها حضرتك هتعرف. احنا بس مش عايزين نخرج بره اطار ال- الشغل بتاعنا حاليا عشان ما يطولش مننا الوقت واحنا نبقى لسه ما خلصناش الجزئيه بتاعتنا. خلي كل محاضره لوحدها زي ما اتفقت مع حضراتكم. اطلعوا من الكورس ماشي. ان شاء الله ليفل 1 وليفل 2 تبقوا فاهمين كل الاجزاء اللي حضراتكم عايزينها. وخلي بالكم ان احنا حضراتكم شغالين مع ناس اوريدي بتشتغل كاد، اوريدي شغالين سيفل، اوريدي شغالين في المساحه. فالحمد لله يعني الدنيا ايه، بنحاول نوفق لكم ما بين البرامج وبعضها. نحاول كمان نديكم الكونفرجنز ما بين الجي اي اس والاوتوكاد. هنديكم الجزئيه دي، هنديكم كل حاجه والله. وعارفه ان ماشي. حضراتكم دلوقتي في كل واحد فينا محتاج ان هو يعرف نقطه وعايز يعرفها دلوقتي، بس احنا للاسف مش هينفع ان احنا نسبق فيها دلوقتي، لان في ناس لسه قاعده معانا محتاجه ان هي تعرف كل حاجه بالتفصيل واحده واحده. بس حابه ان انا ماشي. اطمنكم يعني كل حاجه هتوصل لكم بالتفصيل، وكل حاجه هتوصل لكم على اكمل وجه. وحتى لو اجزاء مش موجوده عندنا في الكورس ابعتوا عليها. اعتقد اي حد بيبعت على الواتساب برد عليه على طول. كوردينيشن بيبعتوا لي وانا برد عليه على طول. حتى لو خارج الجزئيه بتاعت الماتيريال بتاعتنا يعني. في سؤال بس في حضرتك في الجزء اللي بتشرحيه يا باشمهندسه، لو عايز ارسم انا بابعاد، معايا تمام. ابعاد مثلا ارض كذا في كذا، طبعا يعني عايز ترسم على الارك بالابعاد بتاعتها، فالخطوات بتكون ازاي يا باشمهندس بدون حاضر. ما ارجع بقى؟ حاضر اتفضل يا هعرف باشمهندس، دلوقتي. اتفضل يا هتكلم باشمهندس. فيها حالا دلوقتي. طيب في اي سؤال لحد دلوقتي في البوليجونز بس؟ طيب احنا كده خلصنا بس شكل البوليجون. احنا لسه ما رسمناش على الخريطه على فكره يا جماعه، ده كان شكل تمثيلي بس مش اكتر. هنتكلم حاليا بس على اللاين. هعرفك بقى لحضرتك في اللاين هنعمل ايه بالظبط.
هنروح على الشيب فايل النوع لاين اللي هو الروتس، هنوقف عليه. هلاقي برضو مجموعة أوامر موجودة عندنا تحت. تعالوا نجرب واحد واحد فيها. ادي لاين، هنرسم الخط بتاعنا. ادي ريكتانجل. طب هنا ريكتانجل هيرسمه ازاي يا جماعة؟ احنا قلنا دي ظاهرة خطية، هيرسم ريكتانجل ازاي؟ تعالوا اقول لحضراتكم. هنرسم الريكتانجل بتاعنا، هيعمله لي على شكل اوت لاين، يعني استحالة يملى لي اللون من جوه. يعني ده هيبقى شكل، يعني مثلا لو عندنا بوليجونز من جوه وعايزين نعمل الطرق اللي بتحوط البوليجونز دي، احنا ممكن نعملها على شكل ريكتانجل وخلاص. هيبقى نوعه بولي لاين لكن اخد شكل ريكتانجل، بيوفر لي الوقت يعني. لكن هل من جوه بيتملى كلون؟ لا، الحدود بس هي اللي بتتملى، واللي قدامي ده لاين مش بوليجون. سيركل برضو الدائرة، حدود الدايرة اللي موجودة عندي مش بوليجون. الإليبس نفس الكلام، والفري هاند نفس الكلام، بيرسم لي خط بالظاهرات اللي موجودة قدامي دي، خط مش بوليجون. تمام. عايزين نتحكم برضو في الشكل بتاع الخط، او عايزين نتحكم في لون الخط، برضو بنضغط دبل كليك وبنختار الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا الطرق بيبقى ليها اشكال معينه، هوريها لحضراتكم كمان شويه، او الرصيف بيبقى ليه اشكال معينه. كل حاجه هوريها لحضراتكم دلوقتي، بس دي الجزئيه او التابه الخاصه بالالوان لو عايزين نغير فيها، او الاشكال لو عايزين نغير فيها. ده اللاين. طب انا ليه فتحت موضوع اللاين ده دلوقتي؟ علشان هرسم مع حضراتكم شبكه طرق بشكل سريع. طبعا انا هضغط دبل كليك زي ما اتفقنا بقى، ونبدأ نسحب الخط بتاعنا عشان نكبره شوية، وابدأ اعمل مجموعة لاينز مع حضراتكم على انها شبكة طرق يعني. بصوا يا جماعة، احنا لو اخدنا بالنا دلوقتي، انا هفتح الاتريبيوت تيبل بتاع الرودز. لو اخدنا بالنا دلوقتي ان دي مجموعة رودز انا رسماها، الطريق ده كامل على بعضه، والطريق ده كامل على بعضه، والطريق ده كامل على بعضه، لكن الحقيقة شبكة الطرق دي ناقصها حاجة. أي شبكة طرق أو أي نتورك موجودة عندنا بتبقى مكونة من عقد ووصلات. تمام؟ يعني إيه عقدة يا جماعة؟ يعني النقطة اللي موجودة أو تقاطع الخط أو الطريق ده مع الطريق ده، دي كده اسمها عقدة. تمام؟ دي بداية العقدة ودي نهاية العقدة. المفروض أول ما الطريق يتقاطع مع طريق تاني، العقدة دي تفصل. حتى لو كان ده نفس اسم الطريق بنفس كل حاجة، لازم طالما خطين تقاطعوا مع بعض، العقدة اللي في النص دي تفصل، يعني يبقى الخط ده منفصل بذاته والخط ده منفصل بذاته. طب ازاي نفصل بقى شبكة الطرق ده؟ انا هفضل امسك طريق وافصله؟ لا. امال هنعمل ايه؟ اولا عندنا حلين. احنا لو ضغطنا عملنا سيلكت كده على الطريق، وجيت قلت له سبليت من الاديتور هنا، جيت قلت له سبليت ووقفت على النقطة دي، تعالوا نشوف عمل لي ايه. خلى لي الطريق ده لوحده والطريق ده لوحده. بس هل من المنطقي ان انا لما ارسم شبكه طرق لخريطه اني اقف على طريق وافضل اعمل امر سبليت كده؟ مش منطقي طبعا. طب هنعمل ايه؟ هننزل شريط اسمه Advanced Editing. هنضغط كليك يمين ونختار شريط اسمه Advanced Editing. الشريط ده بالتفصيل هناخده في ليفل 2 برضو في الارك برو بالتفصيل. تمام. هنبدأ نعمل سيلكت على كل الطرق اللي موجودة عندنا زي ما اتفقنا. يا بنعمل سيلكت بالشكل ده اللي هو على شكل ريكتانجل، يا إما بنبدأ نعمل سيلكت على طريق ونعمل شيفت ونعمل سيلكت على باقي اللاينز اللي موجودة عندنا بالشيفت وهو ثابت وواقف معانا دلوقتي. أنا كده عملت سيلكت على كل الطرق. هنيجي نختار أمر اسمه Planarize Lines. Planarize Lines ده موجود في الأدفانسد إيديتنج اللي احنا نزلناها. Planarize Lines. أقول له أوكي. بصوا يا جماعة، خلي لي كل طريق منفصل أو كل عقدة موجودة عندي بدأت تكون بتنفصل عن العقدة التانية أول ما تلاقي طريق يتقاطع معاه. وهي دي شبكة الطرق الصحيحة، إن لازم كل طريق يتقاطع مع طريق تاني، لازم يقف الطريق، ما ينفعش يفضل مكمل وماشي ستريت. كده احنا كونا شبكة الطرق اللي ايه موجودة. الهدف يا باشمهندس من كده؟ طب ما انا اكمله ايه الهدف؟ مش فاهم. الهدف ان احنا عندنا اساسيات في النتورك وورك بتاعتنا. يعني ايه اساسيات؟ يعني زي ما قلت لحضرتك اي شبكة طرق موجودة عندنا بتبقى عبارة عن عقد ووصلات.
لازم نفصل كل وصلة عن الوصلة التانية. أول ما يبقى الطريق ده اللي ماشي قدامنا ده دايركت تقاطع مع طريق تاني، دي كده اسمها وصلة، لازم نفصل الوصلة دي عن الوصلة التانية. تمام؟ عشان لما نيجي نعمل اناليسز للنتورك، يعني هندخل في ليفل 2 برضو هتاخدوها مع باشمهندس مصطفى، نتورك اناليسز، تحليلات لشبكة الطرق، نقوم عمل التحليلات بشكل صحيح، لأن لازم الشبكة تكون مرسومة بشكل صحيح. حضرتك فاهمني؟ طب شكل شبكة الطرق اللي المفروض تترسم ايه؟ شكل شبكة الطرق ان كل عقدة تتقاطع مع عقدة تانية، او كل وصلة بتخلص لازم يكون في نقطة فصل ما بينها وما بين النقطة التانية. يعني لازم الطريق ده طالما تقاطع مع طريق تاني بالطول زي ما احنا شايفينه كده، العقدة دي تفصل عن العقدة اللي جنبها خلاص، عشان نقوم بعمل تحليلات صحيحة للشبكة بتاعتنا، وتكون الشبكة مرسومة بشكل صحيح في نفس الوقت. دي من أساسيات رسم الطرق اللي موجودة عندنا، مش موجودة عندنا في نظم المعلومات بس، موجودة عندنا على أي سوفت وير. تمام؟ كرسم خرائط، أنا بتكلم دلوقتي كرسم خرائط، أساسيات في رسم الخرائط عندنا. يبقى تاني، واحنا بنرسم شبكة طرق زي ما هنبدأ نرسمها دلوقتي، لازم من الحاجات الأساسية اللي لازم نعملها إننا نبقى فاصلين ما بين العقد الوصلات اللي موجودة عندنا في النتورك بتاعنا. في مشكلة كده؟ طب وصلت يا جماعة ولا أعيدها تاني؟ طيب، لو احنا عايزين نرسم طريق بأبعاد معينة، أو عندنا نقط عايزين نوقعها بشكل معين، هنستخدم من الأدفانسد إيديتنج دي برضو حاجة اسمها Construct Geodetic. Construct Geodetic دي برضو موجودة في الأدفانسد إيديتنج. دي هنعمل إيه؟ لو حضرتك عايز ترسم طريق بس معاك إحداثي للطريق ده، طب الطريق بيترسم إزاي؟ نقطة بداية ونقطة نهاية. ادي الاكس والواي بتاعت نقطة البداية، والاكس والواي بتاعت نقطة النهاية. ستارت اكس نقطة البداية، اكس بتاعتها والواي بتاعتها. اند اكس نقطة النهاية، الاكس بتاعتها والواي بتاعتها. حضرتك معاك احداثيات تقدر تحطها، معاكش احداثيات هنبتدي نستخدم علامة السهم الموجودة دي ونبدأ نحط بداية نقطة الخط، ونروح هنا تاني ونعمل نهاية نقطة الخط. طيب فين الخط بتاعنا؟ ابتدي اقول له اد، وبعد كده اقول له كرييت، رسم الخط بتاعي بإحداثيات اللي احنا شاورنا عليها، يا إما بإحداثيات حضرتك كتبتها. تمام؟ زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على بقية الشريط ده بالتفصيل بس في ليفل 2 على الأرك برو، عشان في حاجات أزيد كمان كتير. هبدأ دلوقتي بقى أدخل مع حضراتكم في جزئية مهمة جدا، وهي إزاي نبدأ نرسم أي خريطة. أولا أنا هحدد لحضراتكم إن دي أول خريطة هنبقى بنرسمها مع بعض، فهحدد لحضراتكم بس الجزء اللي احنا هنرسمه. احنا هنرسم الجزء اللي جوه ده بس، ملناش دعوة بالأجزاء اللي بره دي، عشان بس تبقى المساحة صغيرة. هنرسم الجزء اللي جوه ده بس. هنبدأ نرسم ايه في البداية؟ هنبدأ نركز كده وهنلاقي ان حوالين كل بلوكات مباني مع بعضها حواليها رصيف. من الطبيعي ان منطقي احنا ما بيبقاش الشارع والمبنى على طول، لا بيبقى الشارع رصيف مباني. الرصيف اهو يا جماعة انا هزوم عليه، ده الرصيف. فاحنا بنبدأ نرسم الرصيف الأول. فانا هحدد مع حضراتكم دلوقتي رصيف احنا كنا عاملينه باسم سايد ووك، هقف عليه وابدأ احدد الرصيف اهو دلوقتي. نقطة البداية، النقطة دي جاية بكيرف شوية، أروح على الأرك سيجمنت، آخد آخر الكيرف ثم منتصف الكيرف، وبعد كده أروح تاني ستريت، وبعد كده أرك تاني آخر الأرك ونقطة في النص، وبعد كده ستريت سيجمنت، وأروح آخد الأرك آخر الأرك ونقطة في النص، وبعد كده ستريت عشان أمشي الحتة الصغيرة دي اللي قدامنا هنا، وبعد كده آخر الأرك ونقطة في النص، ثم دبل كليك عشان انهي الشكل. البوليجون اللي احنا شايفينه ده عايزين نخليه اوتلاين بس. هنعمل ايه؟ هنقف على السايد ووك، دبل كليك، اختاره له، احدد السمك واخليه اخد لون ريد كده شويه.
كده اي حاجه احنا هنرسمها على فكره في السايد ووك هتظهر لنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الاوتلاين بتاعها احمر، ومن جوه هي مجوفه فاضيه ما فيهاش حاجه. وهبدا بعد كده اروح على الشيب فايل التاني اللي اسمه بيلدينج، وهرسم المباني، مجموعه المباني اللي على بعضها زي ما اتفقنا، مش هنرسم مبنى مبنى. واروح على ارك، لاين سيجمنت. كل ما بلاقي ارك اروح على الارك سيجمنت، اخد نقطه النهايه وبعد كده نقطه المنتصف، واروح بعد كده على اللاين سيجمنت تاني. الجزء ده اخد ارك او كيرف شويه، ودبل كليك. عايزين نعدل بقى في النقطه دي. بصوا يا جماعه، لما بيبقى فيه بلوكين فوق بعض، اول ما بقف على اي بلوك فيهم بيديني سهم كده، بختار منه انا عايز البلوك ده ولا عايز البلوك ده، انا عايز ده، هيعمل لي عليه سيلكت. دبل كليك بقى عشان بس اظبط النقطه دي، وبعد كده افتح تاني السايد ووك. محتاجين بقى نعمل كات بوليجون للجزء اللي جوه ده. هنقف على البيلدينج ونخليها هولو الاول، وقبل ما نبدا نقطع يا جماعه هنعمل كليب. ليه؟ لان احنا دلوقتي مش احنا عاملين رصيف اخد مساحه البلوكات كلها. طب هل الرصيف اخد المساحه دي كلها؟ لا، الرصيف هو اللي حوالين المباني بس، واللي جوه دي مساحه المباني. يبقى احنا مضطرين نعمل ايه؟ هنقفل السايد ووك ونعمل سيلكت بس على المباني، وبعد كده نروح على الايديت ونقول له كليب، نقول له اوكي. كده عمل لي ايه؟ بصوا يا جماعه، بمجرد اني عملت سيلكت على الرصيف حدد لي حدود الرصيف، هي دي حدود الرصيف بس. طب مش هو ده الحقيقي ان هو ده الرصيف وان اللي جوه دي المباني؟ يبقى ما ينفعش نخلي مساحه البلوكات على بعض. طب لو احنا ما عملناش كليب يا جماعه، واحنا بنعمل اللي اوت او بنخرج الخريطه بتاعتنا، هتلاقي البلوكات على بعضها، الرصيف من فوق والمباني هي اللي من تحت. طبعا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نظهر المباني وما نخليش للرصيف مساحة غير مساحته الحقيقية اللي على الأرض فعلا. هي دي مساحة الرصيف، فبنعمل كليب عشان نقتطع مساحة المباني من مساحة الرصيف. استأذن حضراتكم بس عشان أتأكد إن انتوا معايا حاليا. ممكن باشمهندس أحمد، ايوه يا باشمهندسه معاكي. ممكن حضرتك تعمل لنا شير حاليا للصورة بتاعتنا؟ ولو في حد يا جماعة من يعني الباشمهندسين معانا عايز يشارك برضو، يا ريت نعمل شير فايلز دلوقتي عشان هبدأ بقى أخلي كل واحد فينا يبدأ يرسم جزء من الخريطة. يا باشمهندسه انا مش فاتح خلينا افتح بقى من جديد. خلاص ماشي اوكي. طيب باشمهندس وليد، مع حضرتك يا باشمهندس. استأذن حضرتك بس شير. نبدأ كلنا يا جماعة بعد إذنكم، اللي هيشارك معانا يعني يبدأ يعمل ينزل التف ويعمل شيب فايل. هنجمع دلوقتي بس خطواتنا قبل ما نكمل. باشمهندس وليد دلوقتي حضرتك هتعمل معانا الشيب فايل صح؟ تمام، اتفضل حضرتك. أبدأ منين بالظبط؟ نعمل حاليا ارسم أي بلوك، بس الأول حضرتك لسه هتعمل شيب فايل، مفيش شيب فايل موجود عندنا. طيب تمام تمام. يا ريت حضرتك تعمل الشيب فايل أيوه في الفولدر اللي حضرتك عارفه دلوقتي أو محدده للمشروع. مهم. نعمل وليكن هو طالما ده شيب فايل فاحنا هنخلي ايوه اس اتش بي. خلينا حاليا، حضرتك عايز ترسم بوليجون ولا عايز ترسم لاين؟ يعني عايز ترسم الطرق ولا عايز ترسم البلوكات؟ هنجرب أي بقى حاجة. هنجرب. خلينا نرسم البلوكات دلوقتي اللي احنا رسمناها. اوكي، يبقى شيب فايل نسميها بيلدينج. زي ما اتفقنا لان ده شيب فايل نوعه فيكتور،
فلازم ندخل الإسقاط، وملهوش علاقة هو بإسقاط الخريطة، لأن الخريطة دي راستر. وبرده زي ما اتفقت مع حضراتكم، لو ما حددتوش الإسقاط في الأول فنقدر نحدده بعد كده، بس هيبقى ملف أو الفايل بتاع الإسقاط اللي بداخل الشيف فايل مش هيتكريت معاك غير لما نعمل الإسقاط يعني. خلاص كده حضرتك عملت البندنج، هنبدأ نفتح الإيديت. أيوه، يا ريت يا جماعة اللي قدامه الجهاز يبدأ يطبق معانا دلوقتي، عشان لو أي خطوة وقفت معانا نبقى عارفين إيه حلها في ساعتها. مش محتاجين بقى الكتالوج دلوقتي، هنروح على create feature. أيوه، حضرتك دلوقتي هترسم المباني بغض النظر عن الرصيف، اه هنرسم المباني، فنبقى تمام. محددين حدود البيزك بتاع المبنى مش الارتفاع طبعا. وليكن مثلا البلوك ده اوكي، بس نزوم هنبدأ مثلا ونحاول. من هنا. ايوه طبعا واحنا هي بنرسم يا حاجة جماعة نسبة. ما بنرسمش ارتفاع المباني، بنرسم البيزك بتاعها اللي هي حدود الأرض اللي على قد ما نقدر احنا نشوفها على الخريطة يعني. كده حضرتك هترسم أيوه الرصيف. خلي بالك، كنترول زد لو عايزين نرجع خطوة. لاين الأول أيوه، بعد كده أرك، نقطة نهاية الأرك ثم نقطة المنتصف، الله ينور، وبعد كده لاين تاني. وليكن دي. تمام، حضرتك كده دخلت في الرصيف بس ماشي. يعني نحاول هي ندخل جوه مش شوية. واضحة، مش واضحة زوم معايا. زوم عشان حضرتك تشوف. زوم، اعمل زوم ان، هتشوف حدود الأرض الزراعية. خلي ريزوليوشن بالك عشان يعني. في ظل، الريزولوشن كويس بس هو في ظل. وليكن هنا مثلا. هنا مم. كده حضرتك هتعمل ارك، نعمل كنترول زد الأول عشان نعمل لاين زد. عملت دبل. ماشي، لا عملت دبل فعلا. واحدة واحدة على مهلك اهو. وليكن هنعتبرها دي يا باشمهندسة تمام مثلا. تمام. وليكن هنقول مثلا الأرك هنا يعني حسب إيه رؤيتنا كده. تمام، الله ينور. ايوه هنا وليكن هنا كده. أيوه بالظبط. لا سوري، آسف آسف. نقفل هنا كده. نعرف واحدة واحدة. تمام، ايوه لا ابعدها شوية بس كده، دبل كليك بقى. كده احنا خلاص رسمنا الباقي، ممكن بس تخليها لنا اوت لاين بس بحيث نبقى قادرين نعمل كات بوليجون بعد كده. ما نعملش حاليا يا جماعه كات بوليجون، امال هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي حاليا باشمهندس وليد نعمل شيب فايل باسم سايد ووك عشان نعمل الرصيف اللي حواليه من غير ستوب. ماشي، اندرسكور. نقف بقى دلوقتي على السايد ووك. تمام، ونبدأ نرسم الرصيف.
بالظبط كده، ايوه وليكن هنا كده. صح، بالظبط كده، الله ينور، ايوه. نعتبره مثلا هنا برضو كده، ناخد الكيرف بتاعه. صراحة يا لاين. باشمهندس الرسم في الأرك جايس مزعج جدا عن البرامج الهندسية، كتير مريحة بصراحة. هو طبيعي لو حضرتك متعود انك تشتغل على برنامج متعود، وتروح أيوة. تشتغل على اه برنامج السيكونس بتاعته مختلفة شوية، فهتحس ان الموضوع صعب. انا احيانا يا باشمهندسة يعني لو طبعا بقول لحضرتك انا يعني الحاجات دي يعني بقول لك يعني كوكتيل، يعني مرة كل شهر مثلا افتحه وطلب مني شغلة بسيطة، مش متعمق كده زي ما ذكرت لحضرتك. بس احنا بس حاليا احيانا في عشان الوقت ما ازعجش الحالي حالي، بس احنا في الوقت الحالي في عشان ما اوقات ازعجش حالي م. بيجي يعني لنا ان عشان ما احنا ازعجش، الملفات تكون، يعني مثلا اشتغلت حاجة على الكاد وعايزك تسلمها شيف فايل، والعكس صحيح، يعني فبنبقى انا بقول لازم. لحضرتك انا احيانا عشان ما ازعجش حالي انا احيانا برسم بحول الرسمه بالكامل من الكاد للارك جي اس، واقعد بقى ايه اعدل فيها على الارك جي اس، بس عشان الازعاج الرسم ده بس. هو بس عشان مش طيب متعود مش اكتر. طب احنا كده عملنا رصيف، ممكن نخليه برضو اوت لاين بس، اقف برضو على السايد ووك. البوليجون نفسه، لا البوليجون من التيبل اوف كونتنت. ايوه، نقف على البوليجون نفسه اللي على السايد ووك. لا احنا عايزين نقف على البوليجون عشان نخليه هولو من السايد اوك نفسه. اه تيبل اوف كونتنت نفسه، ايوه، عشان نخليه هولو. تمام. تمام. نبدأ بقى نخفي السايد ووك دلوقتي، يعني نشيل علامة الصح من عليه ونفتح البيلدينج ونعمل سيلكت على البيلدينج، وبعد كده نفتح السايد ووك. لا نفتحها الأول، ونروح على الإديتور ونقول له كليب عشان نقتطع مساحة المباني من مساحة الرصيف اللي احنا راسمينه. أيوه كليب. أوكي، كده الرصيف بقى لوحده والمباني بقت لوحدها. حضرتك بقى م. اقف لنا دلوقتي على البيلدينج اللي هي المباني، صح؟ ورينا بقى خطوة بالمرة، ممكن تسيب السايد ووك عادي، بس ورينا بقى خطوة بالمرة كات بوليجون. طيب تمام. بس نقف على البيلدينج، حضرتك كده واقف على السايد ووك. م. م. عرفنا منين حدود الرصيف اللي موجود عند الحد الاول مع الحد التاني؟ ده كده دي حدود السايد ووك بتاعي. لا لا، نقف الاول على البيلدينج، اخفي السايد ووك دلوقتي عشان ما تلخبطش. تمام، واقف على البيلدينج، يعمل سيلكت عليها ونعمل بقى كات بوليجون. ايوه دبل كليك، لا دبل كليك، لا دبل كليك من هنا. تمام، الله ينور. كده يا جماعه هو بيعمل لي ايه في الاتريبيوت تيبل حاليا؟ بيفصل لي كل فعلا بلوك انا فصلته عن بعضه، ما بقاش كله بلوك واحد دلوقتي، عشان لما نيجي ندخل داتا بعد كده. هو طبعا اللي فات ده ممر، هوريه لحضراتكم دلوقتي. استلزم بقى حضرتك تعمل لنا سيلكت عليهم كلهم بالشيفت كده عشان نقدر نعمل عليهم مره واحده. لا ما هو كده مش هيعمل لي كات بوليجون غير على الجزء اللي احنا عاملين عليه سيلكت دلوقتي بس. م. عشان كده عايزه حضرتك تمسك بس الايديت تول، ايوه دي، وتعمل سيلكت عليهم كلهم بالشيفت، تضغط على بلوك بلوك، ايوه بالظبط كده. نروح بقى نعمل كات بوليجون. خلاص هو كده اتعمل عليهم سيلكت كلهم، نروح نعمل كات بوليجون، دبل كليك.
بس يا جماعة كده خلاص البلوكات اترسمت بالرصيف كمان اللي حواليها، والرسم بتاعتنا تمام. في جزء بس بتاع الممر هوريه لحضراتكم دلوقتي عشان ده لازم نسيبه. هو الجزء ده. ايوه بالظبط، الله ينور. مم. ده هنقطعه برضو ونحذفه بقى عشان ده هيبقى ممر ما بين المباني. هوريه لحضراتكم دلوقتي. شكرا يا باشمهندس فريد. بصوا يا جماعة الجزء ده طب الممر ده يا باشمهندسة بيدخل ضمن السايد ووك ولا لا؟ بيدخل ضمن الرودز بقى. ضمن الرود؟ ممكن تمام يدخل ضمن الرودز وممكن يدخل ضمن السايد ووك، الاثنين يعني الاثنين عادي مش هتفرق معانا. بس هو هنا غالبا، لا هو هنا تمام. واضح قوي ان هو مش هيعدي ما بين، يعني هنا مش بيعدي فيه عربيات. طالما مش بيعدي عربيات يبقى يخش معانا في السايد ايوه ووك. اه. تمام. تمام فبيبقى بناء على ايه الجزء ده؟ لو الممر اخد لون الاسفلت يدخل معانا في الرودز. الممر اخد لون الاراضي الفاضيه اللي احنا شايفينها ده، شايفين يا جماعه الفرق بين الارض الاسفلتي والارض اللي هنا في الممر؟ ده كده مش بيدخل فيها عربيات. طالما ما بيدخلش فيها عربيات يبقى ما اتحسبش مع الرودز، اتحسب مع السايد ووك. وصلت يا جماعه؟ طيب احنا كده رسمنا جزء. تمام يا باشمهندس تمام. زي ما قلت لحضراتكم بقى، ممكن واحنا بنرسم، هل يا باشمهندسين اننا نوضح حمامات السباحة اللي موجودة هنا؟ بس ده بيتوقف على الهدف من الخريطة. ممكن خريطة بترسمها عشان تبين فيها استخدامات الأراضي فقط، ممكن خريطة تانية بترسمها عشان توضح فيها الكومباوند ده نفسه، كل مبنى بيحتوي على ايه، وايه المباني اللي فيها جناين، ايه المباني اللي بيبقى مساحتها اكبر من مباني تانية، ايه المباني اللي فيها حمامات سباحة، وايه المباني اللي ما فيهاش حمامات سباحة. ودي بتستخدم حاليا الخرائط دي في شكل للبيع للكومباوند نفسه. فطبعا على حسب هدفنا من الخريطة ايه. انا هرسم مع حضراتكم دلوقتي بقى جنينة من الجناين دي. هبدأ الأول أحدد الرصيف اللي هو السايد ووك اللي عندنا. وأروح على الأرض آخد نهاية الكيرف، برضو الجزء ده آخد كيرف تاني، كيرف كمان. احنا كده حددنا الرصيف خلاص. نبدأ بقى نحدد حدود البوليجونز اللي موجودة عندنا جوه دي، اللي هي الجناين. ودي أنا هحطها في لانس. احنا عاملين دلوقتي شيب فايل باسم لانس عشان نحط فيه الأراضي الفاضية أو الجناين. وطبعا طالما حطينا فيه أراضي فاضية أو جناين يبقى هنعمل بداخله فيلدات، وهنكتب نوع كل حاجة ايه. هوري حضراتكم دلوقتي عشان ان شاء الله الخريطة دي لازم تكون جاية كاملة معانا المرة الجاية في الجزء بس اللي انا شاورت لحضراتكم عليه عشان نقدر نكمل سيمبولوجي ولي اوت. بس لازم حضراتكم ان الخريطة دي لازم تبقى جاهزة المرة الجاية كلنا راسمينها يعني. انا بعمل ارك حاليا اهو. انا كده رسمت اول جزء من الجنينة عندي في الأنس زي ما اتفقنا. كل ما الاقي جزء اخد شكل ارك اروح على الارك على طول، وعايز ارجع خطوة بعمل كنترول زد. عفوا هي دبل كليك غصب عني. ممكن بدل ما نمسح يا جماعة نعمل بالنسبة هنا بقى دلوقتي خطوة الريشيب. بالنسبة يا باشمهندس لعدم وضوح الصورة الجوية يا باشمهندس، يعني أحيانا المتاح عندي مثلا صورة جوية الريزوليشن فيها مش عالي، ففي الحالة ده أنا أعمل إيه؟ ممكن تنزلها من ويب سايت، الريزوليوشن بتاعها يبقى اعلى شويه. بس هو حاليا الصوره اللي احنا شايفينها دي دلوقتي صراحه انا شايفه الريزوليوشن بتاعها كويس جدا. يمكن اني ماشي. أنا اشتغلت أنا بخرائط لو اسوأ كتير.
لو مثلا عشوائيات او شيء زي كده او خرائط القرى او حاجات زي كده اللي تعرف تقدر تجيبها من المباني في موقع المباني اسمه في موقع اسمه USGS. تمام، الموقع ده بينزل الريزولوشن بتاعه بيبقى عالي جدا، بينزل صور جوية بريزولوشن عالي، ممكن تنزلها من جوجل ايرث، ممكن تفتح البيز ماب لو صورتها، تشوف الصورة بتاعت البيز ماب أوضح من الصورة اللي حضرتك منزلها ولا لا. ما بنتكلمش على مثال الصورة دي، بنتكلم على أي صورة الريزولوشن بتاعها قليل قوي ومش عارف ترسم عليها. يا إما هتنزل الصورة من USGS، وفي ويب سايتس كتيرة جدا غير USGS، بس هو ده أكتر استخداما يعني. و يا إما من جوجل ايرث برو، يا إما من البيز ماب نفسه، فبتشوف ايه اوضح حاجه ليك وبتنزلها. انا بس برسم مع حضراتكم دي دلوقتي عشان عايزه اوريكم واحنا بنعمل خط، او احنا بنعمل فصل الرصيف عن الجناين، يبقى شكلها عامل ازاي. وكده هنج معاه، هقول له ستوب، بعد كده اقول له ستارت تاني. هو كده السوفت وير نفسه هنج. الجزء ده ماشي البلوك. عارفه ليه بيهنج دايما في البلوك كده؟ بصوا يا جماعه، احنا كده حاليا رسمنا كل الجناين اللي موجوده. عايزين بقى نعمل اقتطاع للجناين اللي موجوده عندنا دي من الرصيف. هنعمل ايه؟ هبدا اعمل سيلكت دلوقتي، هقف على الايديت تول واعمل شيفت عشان اقدر اعمل سيلكت على كل الاشكال اللي موجوده عندنا دي. بس للاسف احنا عندنا هنا عيب صغير في الكليب، انها ما بتقطعليش غير شكل واحد بس. يعني ما ينفعش اعمل سيلكت زي ما احنا عملنا كده دلوقتي ونروح نقول له كليب. هنروح على الايديت دلوقتي هنلاقي كليب غير مفعل. هنعمل سيلكت على شكل واحد بس واقول له كليب. هو ده عيب الكليب اللي موجود حاليا. واعمل سيلكت على الشكل التاني واقول له كليب. سيلكت على الشكل التالت واقول له كليب. عشان كده لما كنا بنرسم المباني كنت بقول لحضراتكم قبل ما نعمل كات بوليجون كنا بنعمل كليب الاول عشان ما اقدرش امسك بعد كده مبنى مبنى. لو مسكنا بقى دلوقتي اتحلت الرصيف، المشكله دي يا باشمهندسه في اه ليها حل. ليها حل على البرو، ليها حل على الادفانسد اديت.
تمام. ليها تول تانية، بس هناخدها زي ما قلت لحضراتكم في اجزاء بناخدها في الرسم دلوقتي، وفي اجزاء على البرو بقى فيها تحديثات اكتر، السوفت وير نفسه فيه تحديثات اكتر. تمام، فكده يا جماعه فصلنا الرصيف. دلوقتي بقى هوري حضراتكم الشكل، بس بعد ما نرسم كام طريق الاول. هنروح على الروتس ونرسم الطرق. انا هرسم الطريق على بعض، وبعد كده هستخدم البلانرايز لاين زي ما اتفقنا عشان تقطع لي وتفصل لي كل عقده لوحدها. هبدأ مثلا من هنا، برضو في اللاينز عادي اقدر استخدم الارك بنفس الطريقه. والطريق واحنا بنرسمه من المنتصف يا جماعه. اقف مثلا هنا، بعد كده ابتدي الطريق تاني. طبعا المفروض نعمل الارك، بس انا عايزه اوري حضراتكم البلانرايز لاين الاول، عشان كده بمشي بشكل سريع شويه. نحاول نمشي في منتصف الطريق، وارجع تاني اللاين. انا هكمله عادي. اقف لحد هنا مثلا. بصوا يا جماعه، دلوقتي لما نيجي نعمل سيلكت على الطرق، شيفت سيلكت مثلا على مجموعه الطرق اللي احنا رسمناها، المفروض كل طريق تقاطع مع طريق تاني. هنا بس هخلي نقطة التقاطع، أمد النقطة دي لحد الطريق. كل طريق تقاطع مع طريق تاني، يعني الجزء ده ينفصل عن الجزء التاني عشان تتم شبكة الطرق بشكل صحيح. تمام، بدل ما نمشي بقى طريق ونروح نستخدم أمر السبليت اللي كان موجود عندنا هنا، ونقف على عقدة عقدة ونقطعها، لا قلنا بننزل شريط الأدفانسد، نروح نقول له بلانرايز لاينز، يقول لي أوكي. هلاقيه فصل لي كل عقدة عن التانية، يعني كل طريق تقاطع مع التاني هو فصله لي عن بعضه اهو، زي ما حضراتكم شايفين. تمام، مطلوب مننا ايه بقى؟ مطلوب مننا ان احنا زي ما رسمنا دلوقتي المباني قطعناها والجناين وقطعناها، هنبدأ دلوقتي نروح على اللانز الموجودة عندنا، ونعمل فيلد عشان ندخل فيه جناين لوحدها، ولو عندنا أراضي فاضية كمان ندخلها لوحدها. هبدأ أفكركم حضراتكم دلوقتي إزاي كنا بنعمل فيلد. قلنا عشان نعمل اد فيلد في شرط أساسي الأول يا جماعة لازم نكون متأكدين منه. حد فاكر؟ حد من الباشمهندسين فاكر ايه الشرط الأساسي عشان نعمل اد ان فيلد؟ الاديتور يكون مفصول. الله ينور، اديتور يكون مقفول. نقفل الاديتور. صح، الله ينور يا باشمهندس. ان احنا لو رحنا للاتريبيوت بتاعنا دلوقتي وقلنا له اد فيلد، بصوا يا جماعه الاد فيلد غير مفعل، لازم نروح نقفل الايديت اولا واقول له اد فيلد. هنا اكتب نوع الفيلد بتاعي، فانا هقول له طيب، لان انا هدخل فيه نوع اللاند يوز بتاعتي، واختار هنا اللاند يوز انا هكتب فيها ايه. هل انا هكتب فيها ارقام، ولا هكتب فيها اعداد عشريه، ارقام عشريه، ولا هكتب فيها تكست؟ فاحنا هنا هنكتب تكست، هنختار تكست. احنا قلنا اول واحده دي شورت انتجر، اللي هي الارقام القصيره اللي هي حد الالاف. لونج انتجر اللي هي الارقام الطويله، الاعداد الطويله يعني. الفلوت ارقام عشريه، الدبل ارقام عشريه وصحيحه، والتكست اللي هو نصي، والديت تاريخ. فاحنا هنا هنكتب تكست، هنكتب نوع الارض دي ايه، واقول له اوكي.
عشان ابدا اكتب بقى يا جماعه بداخل الفيلد ده، قلنا لازم يكون ايه الموجود الاول عندنا، او ايه الخطوه اللي لازم نعملها عشان نبدا نكتب. نفعل لازم. الإديتور. الله ينور. احنا قلنا بنكتب او بندخل بيانات اكننا بندخل بيانات على الرسم بتاعنا، يبقى لازم نفتح الايديت اولا عشان ابدا اكتب. مثلا هعمل سيلكت على البوليجون ده، ده جنينه فهسميه جناين، بالعربي بقى او بالانجلش على حسب اللاي اوت بتاع حضرتك. يعني احنا هنا لو لاحظنا ان احنا مخليين الشيف فايلز بتاعتنا بالانجلش. الشيف فايلز الموجوده عندنا بالانجلش دي يا جماعه هتظهر عندنا في اللاي اوت بالانجلش، فهل اسم الشيف فايل يبقى بالانجلش لكن التفاصيل اللي بداخل الشيف فايل، يعني مثلا اللانز بالانجلش، ادخل بقى جواها كلمه جنينه بالعربي، يبقى عندي نوعين من الداتا موجوده عندي في اللاي اوت، شكلها مش حلو، شكلا مش حلو. يا الخريطه كلها تبقى بالانجلش، الخريطه كلها تبقى بالعربي. تمام، فهي شكلا مش هتبقى لطيفه. فعشان هنا، عشان كده يعني ادخل الجناين عندي بالانجلش جاردن، اروح للبلوك اللي بعده اعمل عليه سيلكت كده من الجزء الرمادي هنا عشان اعرف هو ده عباره عن ايه، بتاع ايه. سميه جاردن برضو. دي برضو جاردن. طبعا احنا الطبيعي والمنطقي يا جماعه ان احنا ما نروحش على بلوك بلوك ونكتب ان دي جاردن ودي جاردن، برضو هتقولي لي لا يعني صعب. احنا برضو ناس مش فاضيه للدرجه دي، احنا بس بنعرف اساسيات الشغل وتعديل او البطء اللي احنا فيه ده او كتابة البيانات ازاي نقدر نتغاضى عنها، هناخدها برضو خلال الكورس. يعني هل المنطقي ان انا افضل اعمل سيلكت على بلوك بلوك واكتب ده اسمه كذا؟ لا طبعا. المنطقي ان احنا نعمل سيلكت على مجموعة بلوكات ونعمل فيلد كالكوليت. المنطقي اكتر ان انا ممكن اكون شغال في الخريطة بتاعتي وحد تاني شغال في نفس الخريطة، انا بشتغل في جزء وهو شغال في جزء، هو كتب كلمة جاردن جي كابيتال وانا كتبت كلمة جاردن جي سمول، فدي اخطاء املائية. منطقي اكتر ان احنا بنعمل حاجه اسمها دومين سب تايب، هناخدها برضو خلال المحاضرات اللي جايه عشان نتغاضى عن الاخطاء الاملائيه اللي انا ممكن اقع فيها او غيري يقع فيها، او هي ما بتبقاش اخطاء املائيه كل واحد بيكتب باسلوب، لا فاحنا ساعتها بنوحد الاسلوب. يعني كل اللي احنا بنعمله ده وخطوه خطوه ماشيينها وبندخل الداتا بايدينا، لا احنا اولا قلنا لو كل ده جاردن موجود عندنا هنقدر نعمل عليه سيلكت وكليك كليك يمين فيلد كالكوليت وابتدي افتح كوتيشن واكتب جاردن. مش ده احنا اخدناه قبل كده المره اللي فاتت او اللي قبلها؟ المره اللي فاتت. وبالتالي كده الداتا بتاعتنا اللي احنا عاملين عليها سيلكت هتتخش لي وتكتب لي جاردن من غير ما اكتب واحده واحده بايدي. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان نتغاضى الاخطاء الاملائيه اللي انا ممكن انا نفسي اقع فيها، اكتب جاردن مره بطريقه واكتب جاردن مره بطريقه تانية، ما احنا بنكتب بقى وبنتلخبط واحنا بنكتب بسرعه، فبرضه هنتغاضى عن الطريقه دي بحاجه اسمها دومين هناخدها قدام ان شاء الله. فكل حاجة شايفينها إن خطواتها بطيئة أو لأ عايزين حاجة تبقى أسرع شوية، فإحنا هناخد الأسرع ده بس واحدة واحدة، نعرف الأول الأساس كان بيمشي إزاي وبعد كده نعرف هنشتغل إزاي بشكل سريع بقى وبروفيشنال أكتر. كده دخلنا الداتا بتاعتنا، فطبعا لما نيجي نرسم بقى أي أراضي فاضية هنعمل سيلكت ونكتب عليها إن هي أراضي فاضية. تمام. يبقى إحنا مطلوب مننا الجزء اللي جوه ده بس يا جماعة هو اللي هنرسمه عشان نعمل عليه لاي أوت المرة الجاية إن شاء الله، الجزء ده بس اللي هيتم رسمه، ملناش دعوة بالجزء ده ولا الجزء ده. هنرسمه بس كلنا هنرسمه، حضراتكم هتبعتوه على الواتساب وهبدأ أراجعه، بس يعني نحاول نبعته لحد يوم التلات بس عشان ألحق إن أنا أراجعه. وأي حد عنده سؤال برضه بيبعته على الواتساب وأنا ببعت على طول وبرد على الأسئلة. في الجزئية هنا أو في حد مش عارف هو هيعمل إيه أو مطلوب منه إيه، احنا كده مسكنا الخريطة كلها، إزاي نعمل رصيف وإزاي نبدأ نقتطع مساحة البلوكات من الرصيف. قلنا قبل ما نعمل كات بوليجون اعمل الأول كليب، عشان زي ما اتفقنا الكليب مش بيمشي على مجموعة بلوكات، لا بيمشي على بلوك بلوك. بنتغاضى عن ده ازاي؟ قلنا هناخدها قدام برضه. في حد عنده سؤال في الجزئية اللي احنا اخدناها النهارده؟ بعد إذن حضرتك يا باشمهندسة، بس التاسك اللي احنا المفترض نشتغل عليه أو الجزئية اللي قلنا هنشتغل عليها
تمام. هي اللي حضرتك رسمتيها دلوقتي ولا المدينه كامله اللي هي كانت عليها الصوره؟ لا، هو الجزء اللي انا محدداه لحضرتك دلوقتي هو هحدده اهو. هو الجزء ده بس اللي انا محتاجاه، الجزء من الكومباوند بس اللي انا محدده لحضرتك دلوقتي، ده بس اللي احنا محتاجين اننا نرسمه، وملناش دعوه بقى بباقي الخريطه، مش مهم، عشان انا عارفه ان كل واحد عنده شغل وكل واحد يعني مش تمام. عايزين نرسم كتير طالما فهمنا الفكره خلاص. تمام. بس هنرسم البوليجونز وهنرسم السايد ووك زي ما اتفقنا، ونرسم اللاينز زي ما اتفقنا، ونعمل لها بلانرايز زي ما اتفقنا. في حد عنده سؤال يا جماعه او استفسار؟ طيب احنا كده خلصنا خلاص. لو اي حد عنده استفسار يبعت على الواتساب. اشوف حضراتكم المره الجايه باذن الله. شكرا. باذن الله. شكرا. هستاذن حضرتك يا باشمهندسه، بس معلش اتفضل. المحاضره لو لها بس ينزلوها النهارده او بكره، عشان خاطر انا النت فصل عندي النهارده حوالي 3 مرات والله داخل المحاضره. ففي نقط الحمد لله كنت بلحقها، حضرتك لما كنت بتراجع فيها كنت بلحقها، بس عشان ابص على الريكورد مره كده. والله انا ببعت اللينك في نفس اليوم، يعني بعديها بنص ساعه على طول ببعت اللينك، بس حاضر هاكد عليهم ان هم تمام. يبعتوها في نفس اليوم. تمام. ماشي. مع الف ماشي سلامه ماشي، يا شكرا يا جماعه. باشمهندس. العفو، مع السلامه.